بتبدأ حكايتنا مع بطلنا اللي كان قاعد في كوخ ومعاه كل مستلزماته وبيزرع، وحياته هادية ما بين الطبخ والزراعة، وإنه بيشوف مسلسلات الأنمي. ومرة واحدة بينتقل بجهاز الآيباد بتاعه لوسط غابة، كل حاجة حواليه بتختفي، وكمان الآيباد اللي في إيده بيختفي، وبيكون وراه زي جنية هي اللي عملت كل ده وبتضحك، ولما بيحاول يشوفها بيلاقيها اختفت. بيحاول بطلنا يفهم هو فيه إيه، فبيشوف وراه شجرة كبيرة يمكن يلاقي حاجة، وبيلاقي هيكل عظم الفارس بدرعه وفي سيف مخترق قلبه، وبيتصدم وبيحاول يستوعب مكانه وبيقول فتح الحالة الشخصية، وفعلا بتنجح وبيفتح الحالة زي ما بيشوف أبطال الأنمي. ما هو أوتاكو بقى. بنعرف يا صديق إن بطلنا اسمه كنيتشي هامادا وعمره 38 سنة، وبيكون مستغرب من نافذة الحالة، وده لأنها مش ظاهرة ولا نقاط صحته ولا حتى نقاط الطاقة السحرية. كل اللي ظاهرة هي المهمات ومساحة التخزين وخانة تالتة اسمها شانغريلا. بيطلع شانغريلا ده المتجر الإلكتروني العملاق اللي كان بيستخدمه على كوكب الأرض، وبيفتح صندوق الأغراض وبيجرب يمسك عشبه، وفعلا بتنتقل لمساحة التخزين عنده وبيبهره انتقاله للعالم الآخر، بس بيكون جعان وبيلاقي في المتجر حاجات يشتريها بثمن 2232 ين، وبيحاول يشتري بس ما بيكونش معاه فلوس. بيجيله فكرة يبيع العشب ولكن بيلاقي قيمته تساوي الصفر، حرفيا مش عارف يتصرف ازاي والجوع قتله. وفجأة بيجيله فكرة، وليه ما بيعش الدرع والسيف بتاع الفارس الميت ده، غير انه بيلاقي حجر ياقوت وبيروح يشوف سعر السيف والياقوت، وبيطلعوا سوا ب 98,851 ين، وبيقدر يشتري اكل يشبعه، وبيدفن الهيكل العظمي وبيعمله شبه جنازة، وده لانه انقذه من الموت. بنشوف ان كنيتشي جاب دراجة علشان يعرف يلف الغابة بسرعة، ولا كأنه بينتقل كل يوم لعوالم مختلفة، وبتكون كل خطته انه يلاقي مكان فيه ناس علشان يعرف يجيب فلوس. فبيجي الليل وما بيكونش قلقان، وده لانه اشترى ادوات يعرف يطبخ من خلالها، والدنيا معاه فل الفل. بس بسبب ريحة الاكل بيلاقي في مجموعة من الذئاب قربت منه وبيخاف هنا، وبيحاول يجيب سلاح يحمي نفسه بيه، وبيجيب مقلاع صغير وبيرمي بيه زي كرة حديدية صغيرة، بيعرف يسيب الذئاب منها وبيرجعوا خايفين منه، وده لانه قتل واحد منهم، وبيستغل الموقف وبيهرب بالدراجة بتاعته. بيكون جري لحد ما تعب، التعب سيطر عليه ونام. لما بيصحى بيلاقي نفسه وصل لاخر الغاب اخيرا، وبيبص بالمنظار بيلاقي انه في سور وكأنه في مدينة كبيرة. اخيرا كينيتشي وصل لها، بيحاول يوصل للطريق الرئيسي، ولما بيوصل كأن في حد هيخبطه بالحصان، وبيستغرب لان الراجل ده بيتكلم باليابانية وقادرين يتواصلوا، وبيقول له التاجر انه هيوصله لداليا والمكان قريب ومش هياخد منه اي فلوس. وبنعرف ان التاجر ده اسمه فويو، وبيعرف كينيتشي بنفسه، وبيلاقي ان مع التاجر واحدة كمان وبتكون شاعرة متجولة، فبيقول له كينيتشي انه لبسها غريب، فبيرد عليه فويو وبيقول له انه لبسها لوحده غريب. فبيقول كينيتشي لفويو انه هدفه من الذهاب لداليا علشان بيفكر يتاجر. بيقول له فويو انه معوش اغراض وشكله من الناس اللي عندهم صندوق اغراض. بيبص للشاعرة اللي بتلوح بايديها وبتظهر مرة واحدة الجيتار بتاعها، وبيعرف كينيتشي ان مش هو الوحيد اللي عنده القدرة دي، وبتبدأ الشاعرة تلقي بشعرها عن الاحوال اللي حصلت، وبيدخلوا الثلاثة لجوه المدينة اخيرا بسلام. بنشوف كينيتشي بيساعد فويو وبينزل حاجته، وبيقول له كينيتشي انه ساعده جدا، وبيديله شنطة فيها فلفل. فبيقول له فويو هو انت ناوي تبيع الفلفل هنا؟ وبيقرب منه مرة تانية وبيقول له نقابة باكوبا بتحتكر تجارة التوابل. بيستغرب كينيتشي اللي للتوابل نقاب. بيحاول فويو يطلع فلوس يديها لكنيتشي لكن بيحاول يرفضها، بس دي مش طرق اخلاقية للتجار لانهم مهما حصل لازم يدفعوا. وبيديله فعلا عملات غريبة وبيشوفها كنيتشي وبتطلع اسعارها حلوة. بيستنتج كنيتشي ان الفلفل اللي جابه بأقل من 1000 ين خد مكانها 100 و1000 ين. بيجي الليل وبيحاول يلاقي مكان ينام فيه، وبيدخل مطعم كده غريب، فبتقول له النادلة لو عاوز وجبة ولا مسكن، فبيقول لها على مسكن. بيعرف من النادلة اللي اسمها أزاليا ان علشان يبقى تاجر رسمي لازم يكون بيعرف يقرا ويكتب ويحسب، من غيرهم مش هيقدر يبقى تاجر. بيطلب منها تعلمه القرايه والكتابه بلغه البلد دي، وفي المقابل هيديلها حلويات كمكافاه. وفعلا لما بتاكلها بتنبهر من الطعم، وبنعرف من كلامها وهي فرحانه ان هم في مملكه اسمها كاتان. وبيعرف كمان كينيتشي ان النظام الطبقيه ماشي في البلد، وان الحلويات اللي اكلتها دي لو عرفوا عنها هياخدوها منها. بعد شويه وقت بيفهم كينيتشي لغتهم وبتكون بسيطه جدا، وبيقدر يتعلمها في وقت قليل. وبتنبهر أزاليا من قدراته على التعلم، وبتقول له شكلك هتكون تاجر ناجح كده، لازم اسعى واكون حبيبتك من دلوقتي. وبيجي تاني يوم وبيروح النقابه وبيشوف اوراق التسجيل مكتوبه بخط الايد، وانهم لسه ما ابتكروش حتى الطابعات. شكله مش واخد باله انه في العصور الوسطى ولا ايه. بتخلص كل الاجراءات وبيدوا له حاجه زي العصايه، عصايه سحريه، وبتكون دي علشان هويته. بتقول له لازم تكون معاه محطوطه في مكان ظاهر وقت ما يمارس التجاره، وده فعلا اللي كان شافه مع فويو لما قابله. وطلع انه انجز اول مهمه ليه، وهي انه يبقى تاجر.
تاجر وبيتسجل رسميا في نقابة التجار. بيطلع كينيتشي ياخد لفة في السوق ويشوف ايه الحاجات اللي بتتباع هناك وايه اسعارها وبيقيمها، وبيلاقي ان السكاكين هي اغلى حاجة هناك. وبتعرض عليه واحدة هناك فاكهة فبيقرر يشتريها وبيخزنها علشان يشوف اساميها وبتكون غريبة جدا عليه. بيروح بعد كده لعند ازاليا بالفواكه دي علشان مش عارف ايه هي وبتنبهر بيها وبيديلها واحدة منهم لانها بتحبهم وبتفرح اكتر لما بتعرف انه تسجل في النقابة. وبيجي تاني يوم وبنشوف كينيتشي جاب خشب وادوات وبيعمل بيها زي منصة علشان يعرض عليها الحاجات اللي هيبيعها، وبيكون بيعلق شوية قماش بالمشابك العادية. فبتنبهر ازاليا من اللي هو بيعرضه ده لان المشابك اللي هي بتتعامل معاها بتكون مشابك مش سلسة وكمان بتتكسر بسرعة وبتكون عايزة تشتري منه. وبيستغرب لانها مربحة وده لانها عادية جدا عندهم، مش عارف ايه المملكة اللي التكنولوجيا فيها بالسالب دي. بيروح بعدها يشوف مكان فاضي علشان يعرض عليه اغراضه وبيلاقي المكان جنب ست عجوزة وبتنبهر من استدعائه لاغراضه مرة واحدة. وفعلا بيعرض اغراضه واللي جنبه بتنبهر بيه من المشابك وبيبيع ال5 بقطعة نحاس. بنعرف ان التاجرة دي اسمها اناما وشغالة جنبه من بدري جدا. بتقول له اناما من وسط الحاجات اللي اتباعت كانت مشبك الغسيل، اكتر حاجة اذهلت الناس، وبسبب وجوده جنبها بدأت تكسب هي كمان فبتشكره. بيقول كينيتشي انه قدر يكسب من الحاجات دي 15,000 ين ودي هتكفي حاجاته الاساسية اليومية كله من المشبك. وسط ما هو قاعد بيجي واحد لبس مختلف عن البقية ومعاه سيف وبيتوقع انه اعلى طبقة من اللي شافهم وبيكون عايز يشوف السكاكين اللي عنده. كينيتشي بيعجبه فعلا السكين وبيلاقي تمنه غالي بس بيفهم سبب تمنه وده لانه نقي جدا بس ما بيشتروش في الاخر وده لانه عايز سكين اكبر. بيبحث كينيتشي في المتجر بتاعه على حاجة اكبر بس بيقول ان اليابان بتفرض رقابة على الاسلحة شديدة، بس بيلاقي حاجة مناسبة وبيطلعها له وبتكون اسمها سيف الصيد وبيعجب بيها فعلا الرجل اللي قدامه وبيقول له تمنها قطعة ذهبية. وبيكون فاكر كينيتشي ان كده غالي. وقت ما الشخص بيشاور نفسه يشتريه ولا لا كينيتشي بيلاقي بنت داخلة عليه نازله شمشمه فيه وبيكون شكلها نصف بشريه وبيجي 2 بيضربوها على دماغها. وبنعرف ان اسمها هو ميالي وبيكونوا ال3 اشكالهم زي القطط لكن في جسم بشر. بتقول له اناما شكلك كده اول مره تشوف عرق الوحوش، وبيكون سبب وجودهم هنا انهم عايزين البساط اللي فوق المحل بتاع كينيتشي. بيقولوا له عايزين 3 فبيقول لهم ال3 ب8 لكن بيطلع انه مش معاهم السعر ده وما بيكونش معاهم غير قطعتين فضيتين. وبيوافق وبيقول لهم هرجع لكم قطعتين نحاسيتين. وبنشوف بعدها ان واحده من الخدم اللي اشترت المشابك رجعت لسيدها وورتها المشابك وبتقول انها مفيده وسعرها لقطه وبتقول انهم عايزين يبيعوها في شركتهم وبتروح لوالدها علشان تقول له على الفكره. بنشوف بعدها بنت صغيره بشعر بنفسجي اسمها انومدي بتصطاد حماده وبتاكلها فيله وبتقول يا ريت لو اقدر اكل لحد ما اشبع، وفي حد بينادي عليها فبتطفي النار وبتروح لعند اللي بيناديها. بيجي تاني يوم والدنيا هاديه والحياه حلوه وبنشوف كينيتشي بيبدا يحط بضاعته وبيجيب مجوهرات. بيقول في نفسه يمكن مش بقيمه الالماس او الكوارتز بس في المملكه دي اكيد هيكون ليها قيمه اكيد. وبتيجي اناما تشوف بضاعته وبتنبهر بيها وبجمالها. وبتيجي الخادمه وكينيتشي بيفتكرها وبتكون عايزه نفس الطلب هو زي ما هو مشابك يا معلم، بس المره دي بتكون عايزه 100 مشبك. وبيحسب الثمن وبتطلع 20 قطعه نحاسيه او 4 قطع فضيه وفعلا معاها المبلغ. وهو بيكون بيعد المشابك بتاخد نظره بتبص على السلاسل وبتفتكرها انها من الالماس وبتنبهر من جمالها. بيجي غروب الشمس عليه وبيكون يومه شبه خلص وبتكون اناما بتلم حاجتها وبتيجي البنت مره تانية وبتبدا تشم في كينيتشي. وفجاه بينحنوا ال3 وبيطلبوا منه بكل احترام سيدي الفاضل اعطنا بعضا من التوابل التي لديك. وبتيجي اناما تلحق وبتقول لهم ما تطلبوش من تاجر جديد طلبات غير معقوله، هيكون في وضع وحش لو شركه شبكه شمت ريحه الخبر. بس بيفضلوا مصرين على طلبهم وبينحنوا تاني وبيفضلوا بيترجوا. الناس بتحاول تفهمهم ان ده تاجر جديد لازم يخاف على حياته وبيلاقي حل وهي انهم ما يقدرش. فبيقول لهم تمام بس هحط لكم التوابل على الاكل والمره دي وبس. وبيقول لهم العنون وبتكون اناما عايزه تنضم وبيتحمسوا الوحوش ويا دوبك بياخد اغراضه وبيشيلوه وبيطلعوا يجروا بره الاسوار المملكه. فعلا بيولعوا النار وبيبدا يجهز الحاجه وبيطلع خضروات هو عارضها وبتستغرب اناما من شكلها رغم انها جزر عاديه. بيتحجج لها كينيتشي باي حجه فبيقول لها انها فاكهه من دوله اجنبيه. وبيروحوا الوحوش يصطادوا سمك وبيحضر فعلا الاكل وبينبهروا كلهم من الاكل وحلاوته ده لانهم اول مره ياكلوا اكل بالشكل ده. وحتى اناما بيكون منبهره وده لانها اول مره بتاكل بالمعالق زي النبلاء. وبيكونوا الوحوش عايزين شراب مع الاكل وبيطلع ليهم من المتجر في مقابل ما يقولوش لحد عن الوليمه. بنعرف اخيرا اسامي ال3 وحوش وهم كالتالي نياكرو
اسمه نياملو نيانجي وبيناموا على ضوء القمر. بيجي تاني يوم وبيروح كنيتشي للمسكن وبتقول له أزاليا انها مش ممانعه وده لانه دفع فلوس الاوضه مقدما، وبيقول لها انه كان سهران مع عرق الوحوش وبيبان الغيره على أزاليا. وبنشوف بعدها الخادمه اللي اشترت المشابك جت تاني بس المره دي مع سيدتها وبيكون شكلها لطيف، وبيفتكر كنيتشي الخادمه وبيسالها لو جت تشتري السلسله اللي شالها ليها، وفعلا بيكون جت علشان كده بتديها الخادمه لسيدتها وبتنبهر منه وبتكون فاكره انه الماس وبتتاكد من كنيتشي بس بيقول لها لا ده زجاج فعلا بس مسقول، وبتطلب منه لو شايل منتجات تانية تشوفها وبينزل كذا سلسله تانية وبتنبهر اكتر واكتر وبتكون عايزه تكلمه في موضوع. وبنعرف ان البنت دي اسمها برمولا وهي بنت صاحبه شركه مالو التجاريه المعروفه، وبتعتذر من طلبها ده بس بتطلب منه انه يشوف ابوها تاني يوم وبتاكد انامه على كلام برمولا وبتقول ان ابوها شخصيته حلوه. بينبهر كنيتشي من التطور ده لدرجه انه هيكون في شراكه مع شركه تجاريه معروفه. بيروح بعدها كنيتشي يقابل مالو شخصيا صاحب الشركه وبيعرفوا بنفسهم لبعض وبيعرض عليه كنيتشي شويه من السلاسل اللي معاه. بنعرف ان مالو معاه هو كمان صندوق اغراض واستخدمه علشان يكبر شركته ويوصلها للحجم الحالي. بيدخل على طول مالو في الموضوع وبيقولوا ان عايز من كنيتشي يزود شركته بالمنتجات، وبيفهم خطته كنيتشي انه عايز ياخد كتير من المنتجات ويبيعها بسعر اعلى علشان يزود السعر. وبيكمل وبيقول ان تصرفه كده هيكون حماق وبتسوء السمعه، وان احد اسرار نجاح شركه مالو التجاريه هي في شعارهم وهو لا تدع الارباح تعمي بصيرتك فقد تضيع فرصه تجاريه اكبر. وبيعرض عليه مالو 50% من سعر التجزئه وبيوافق كنيتشي على طول. لعبت معاك يا كنيتشي من اولها. بيقول كنيتشي ان الحاجات اللي بيجيبها ب20,000 هيكسب قصادها آلاف، وبنعرف ان اداله 5 سلاسل وكسب منهم حوالي 1,000,000 ين، وده بسبب عقد الشراكه اللي عمله مع شركه مالو. بتنبهر تاني برمولا من السلاسل وبتطلب من والدها تشتري واحده وبتشتريه ب10 قطع ذهبيه. وبيخرج تاني يوم كنيتشي بره المملكه وبيقرر انه يعمل بيت وتكون حياته هاديه شبه اللي كان عليها قبل ما يختفي ويروح للغابه، وبيبدا يحضر لها في انه يجهز بيته ويشيل كل الاعشاب والحشائش وبيكون خلاص عمل طريق وبيبدا في قطع الاشجار. بيخلص اخيرا كنيتشي قطع الاشجار وبيبدا تخزين الخشب اللي جمعه، وبيعرف انه يقدر يخزن اي حاجه اقل من 10 متر، وبيكون باقيله يشيل جذور الاشجار ويسوي الارض. فبيسيب المهمه دي لتاني يوم. بيجي تاني يوم وبيستخدم المجرفه علشان يشيل الجذور وبيحفل حواليها بس بتكون مهمه صعبه، وبيرمي المجرفه بعيد وبيصرخ انه مش هيقدر يعمل المهمه دي تاني. بعدين بيبدا يقول كلمات هبله زي بقوه الامبراطور. بيستدعي آلة الحفار وهو اصلا بيشتريها. بيقول انها باين عليها مستعمله وباين كمان عليها الصدى بس سعرها كان مناسب جدا. بيجرب يستعملها بس بيعرف انه محتاج وقود اسمه الديزل، وبيعرف انه ما بيتباعش في المتجر بس بيعرف يلاقي بديل ليه وهو انه يشتري كيروسين ويحوله لديزل. بس حتى بعد معلوماته بيلاقي ان الكيروسين مش بيتباع بس ما بيستسلمش، وده لانه دفع كتير في آلة الحفار ولازم يشغلها والا هيكون خسر فلوس كتيره جدا على الفاضي. بيلاقي زيت للمصابيح وبيقول ان ده هيكون بديل للكيروس بس بيتصدم من سعره 1800 ين، غالي جدا بس للاسف ما عندوش غير. بيجيب الادوات وبيقول ان رغم ان معاه كل حاجه بس هتبقى مشكله لو في حاجه. في الاخر ما عرفش يشغل الحفار وبيقرر عشان ما يخسرش انه يجيب الديزل يجرب عليه، وبيكون جايب ادوات كهربائيه معاه يشتغل في العالم وبتنجح فعلا. بيروح يستعمى بعدها في النهر وبيقول انه قريب هيعمل حمام المياه الساخنه، بس حاليا كل اللي بيفكر فيه هو حل للحشرات اللي قرفته في حياته وما كان بيبيعها. وبيقرر يروح المتجر اللي بيبيع الحاجات دي. بيروح لهناك وبيلاقي ان اللي ماسك المتجر ساحر وبيستغرب منه الساحر لانه ما شافوش قبل كده. فبيقول له كنيتشي انه فتح جديد هنا. بيلاقي الحجر السحري سعره غالي جدا فبيقول للبياع خد البرتقانتين دول وخفض لي في السعر. البياع فعلا بينصدم من الفاكهه وبيقول دي اكيد فاكهه من دوله اجنبيه. بيروح كنيتشي للكشك بتاعه وبيبص بيلاقي ان في ملصق جديد المطلوبين لشخص يدعى ساغا. فانما لما بتشوفه محتار بتقول له ان ده قاطع الطريق في المنطقه. بنروح بقى لحته تانية في الليل وبنشوف انومني وقدامها 2 واحد منهم بياخد فلوس واللي بيحصل هو تجاره العبيد. وبيطلع ان التاجر ده معاه اكتر من طفل وهو ماشي مره واحده بتنقلب العربيه وبيطلع ان ده هو مجرم وقاطع الطرق وبيكون منهم ساغا. بيجي تاني يوم واللي عند كنيتشي بيستخدم الحفار وبيقدر يشيل الجذور بكل سهوله. ده كمان بيلعب بيها وبعد ما
بيخلص بيمهد الارض علشان يحط اساس البيت، وبيقول عشان يعمل حياته الهاديه لازم يبقى عنده كوخ، ولكن المشكله اللي بتقابله هي انه مش معاه فلوس، وده لانه بيصرف بشكل كبير جدا. بيروح بعدها كنيتشي لعند ماله وبنته وبيعرض عليهم السكر، بس من تعبيره ما بيكونش مبهور، وبيقول ماله ان السكر والملح قيمان بس المملكه هي اللي بتتاجر فيهم، وللاسف التجار مش معاهم حقوقهم وعشان كده ما يقدروش يتاجروا فيهم. وبيقول له ان السلاسل ابهرت النبلاء وعشان كده فهو عايز منهم تاني. بيطلع كنيتشي سلاسل تانية وبيبيع لهم وبياخد 15 عمله ذهبيه، وبيكون كده كسب 3 مليون. لما بيدوس عليه بينزل له الاخشاب، وما بيكونش كنيتشي شافه في المواصفات ان الكوخ ده هو لازم يجمعه بنفسه، واللي بيخلي سعره غالي هو انه بيكون جاهز، وبيستسلم للامر الواقع وبيروح يقرا التعليمات وبيفهم ازاي يعمله، بس بيستغرب وده لان مفيش كده دعامات كبيره او عريضات للسقف، وبينقسم يومه ما بين تجميع الكوخ والتجاره عشان ما يعطلش اكل عيشه، وبتنط عليه ميالي والثلاثه الباقيين بيصطادوا حمامه. عرضوا عليه المساعده وده بسبب الوجبه اللي عملها لهم، فعلا ده بيسهل عليه. هم بينجزوا شغل الكوخ وهو بيروح للكشك بتاعه وبيشتغل وبيحتفل معاهم بشغلهم بانه بيعمل لهم الاكل. وبيقول كنيتشي انه بناء الكوخ خد شهر كامل، وده كده بمساعده افراد عرك الوحوش. بيدخل اخيرا كنيتشي البيت وبينام على سريره اللي اشتراه ومش بيصدق، ودلوقتي بيكون كله همه في الكهرباء. ومش كده وبس، ده لسه عنده مهمه وهي طلاء السقف والجدران. بيجي تاني يوم وبيروح لعند ازاليا علشان يقول لها انجازاته، ما بتكونش مصدقه انه سكن في الغابه، وبيقول لها انه قعد وقت طويل عندها وبيشكرها لانها اعتنت بيه وعلمته، لكن بتتصدم ازاليا لانها هي اللي عايزه تشكره. بيصحى كنيتشي بقى تاني يوم وبيغسل وشه وبيبدا يومه الطبيعي اللي كان قبل ما ينتقل للعالم ده، وبيطلع بالدراجه بتاعته يتمشى شويه وياخد صور بالكاميرا اللي معاه. بس وهو ماشي بالدراجه بيجي سهم في الدراجه وده اللي بيخليه ينقلب، ولما بيقع بيلاقي اكتر من سهم كده كانوا هيسيبوه. بيسمع صوت ناس بتتكلم على الدراجه بتاعته انها مركبه غريبه، وبين انهم بيراقبوه من بدري ومستنيين الفرصه المناسبه، وبيكملوا كلامهم بانهم بما انهم هنا يقتلوه خلاص، وبتعجبهم الفكره دي. فبيدوس كنيتشي على المخزن وبيطلع المقلاع وبيضربهم، وفعلا بيتصابوا منه، ودول بقى من عرق الوحوش اللي بيستهدفوه. مش بس كده، ده بيرمي عليهم العاب ناريه كمان علشان تبعدهم، وبيخرج الحفار الكبير علشان يخوفهم. ولما بيهربوا بيلاقيهم انهم اصابوا نمر صغير، بيقرب منه علشان يساعده بس بيتألم اكتر النمر وبيقوم بس بيقع تاني. فبيتجهز كنيتشي علشان يعرف يساعد النمر، وبيلاحظ انه مش بيقاوم، وبيستخدم مطهر ومرهم مضاد حيوي ليه، وبيديله دواء مخفف للألم. بيحاول انه يخزنه في المساحه علشان ياخده معاه، بس زي ما اتوقع ما بيقدرش يخزن اي حاجه حيه، وبيحطه في عربيته وبياخده لبيته وبيكون عايزه يصحى او يعالجه. وبيجيله فكره، وتاني يوم بنشوفه عند الساحر بيحكي له عن كل اللي حصل عشان يعالجه. ما بيفهمش كلامه الساحر في الاول، بس بعد كده بيقول له ان ده وشق وكويس انك جبته بدري، وده لان جلد الوشق بيتباع بسعر عالي جدا. وبيروح ليومه الطبيعي وهو هناك بيحكي الانامه على الموقف، وما بيكونش مصدقه لانه انقذ حيوان، وبتيجي ميالي وبتشمشم في جسمه تعرف قصه الوشق، وبيعتبروا الوشق كائن جميل جدا. من حماستها بتروح مع كنيتشي علشان تشوف الوشق، وبتروح تشوف شكله وبتقول شكلهم الكلاب هم اللي عملوا فيه كده، مش هتسامحهم على اللي عمل. وبيلاحظ كنيتشي ان الوشق من شويه الاكل بنشوفه انه صحي، وبيلحس مكان جرحه علشان ما يتضرش بيحط عليه طوق حمايه. بتفتكر ميالي ان كنيتشي طبيب بيطري، بس بيقول لها انه يعرف بس شويه حاجات في الاسعافات الاوليه. بتخرج بعدها ميالي وتصطاد وبتجيب كذا حمامه، وبترجع اخر اليوم وفعلا معاها حمام اصطادته وبيشويه كنيتشي، وبتنبسط ميالي من طعمه جدا، وعشان كده بتقرر انها تفضل في الكوخ اليوم كله. بيكون كنيتشي نايم في هدوء مرتاح وبيحلم احلى حلم، بس الوشق بيقوم مره واحده وبينط من مكان عالي وبينزل على بطن كنيتشي وبيخلع له الطوق، وبيكون عايز يخرج بره الكوخ، وده لانه خلاص اتعاف. بيكون كنيتشي خد اجازه كام يوم من التجاره، وده علشان يتفرغ للحفر. وبعد اسبوع من الحفر فعلا بيقدر انه يطلع الميه. بيكون عنده مصدر ميه، والميه فعلا بتطلع، وقت ما بتطلع بيلاقي برموله داخله عليه، وده لانها قلقت عليه، وده لانه بقاله فتره قافل ومش بيجي السوق. فبتيجي وبتشوف كل الالات والحاجات المبنيه وبتسال عنها، فبيكذب عليها وبيقول لها ده الخادم بتاعه المخلص، وبتنبهر بالموله زي العبيطه، وبتقول له انت بتعرف تستخدم السحر كمان؟ فبيقول لها ايوه بس ده سر بينا. وبيدرك بعدها كنيتشي ان اسوار المدينه اتقفلت، وبيقول كنيتشي هتقعدي ازاي؟ فبتستغل براءتها وبتقول له معقوله يا قاسي عايز بنت طيبه زي حالات تبات بره البيت وما تبقاش في امان؟ فبيقول لها كنيتشي بس هو ما عندوش غير سرير واحد. بتقول له برموله ما عندهاش مشكله، وبتروح تستحمى. فبيقول لها كنيتشي افرض انا كنت شخص سيء. فبتقول له زي سيء وانت بتنقذ الحيوانات او بتساعد الناس. فبيشتم كنيتشي مالي في نفسه. بتخلص وبتدخل تلبسه، وبيعجبها اللبس جدا لدرجه انها عايزه منه تاني وبتبيعه، بس بيقول لها كنيتشي ان ده مش للبيع. وبتفضل برموله تزن عليه وتقول له عايزه تاني. فبيقول لها كنيتشي هنزل عدد محدود منه، وهي
وهي على السرير بتقول له انه لازم ننزل افكارك دي للزباين هتعجبهم. فبيقول لك نيتشه ان لو النبلاء عرفوا عن الحاجات دي واتشهرت هتجيب له مشاكل. وبعد ما افتكرت برمولا اللحظه بتقتنع برمولا بكلامه وبتقول ان دون هيسبب ثوره لو عرفوا الموضوع ده. بنروح لعند شيخه واللي قاعد بيشرب وسهران ومستمتع وبيلاقي ان جات له مهمه واتدفع ثمنها كتير بس عن مين ما بنعرفش لسه. بيروح كينيتشي يوصل برمولا وبيفكر ازاي هيبرر لابوها اللي حصل بس اتصدم من رد فعله وده لانه بيشكره على اليوم الجميل اللي حصل. بيروح يعرض كينيتشي الملابس اللي كان لابساها برمولا بعد ما خلصت حمام وبتعجبه جدا والقماش بتاعها غير مألوف ده غير كذا لبس تاني. بتيجي الخدامه ومعاها كل مجلات التجارات وبتكون كتب كبيره جدا وبيقول له ماله ان الامبراطوريه عملت نظام جديد للتسجيل وهو المحاسبه ثنائيه المدخلات. وبيفهم كينيتشي الامبراطوريه المجاوره كده بتتطور وشكله في حد زيه ومعاه ادوات. بيقول له ماله انهم هيصدروا منتجات جديده في الاسواق لازم يهتموا بيها وكمان لازم كينيتشي يشوفها. بيروح يشوفها وبتطلع المضخه اليدويه فبيقول لها انها مش صدفه الاتنين دول بيظهروا في نفس الوقت. بيحاول كينيتشي يشد انتباههم عن المضخه ويوريهم صوره العجله فبتنبهر برمولا وبيقول ان دي مركبه اسمها درايزين. ومن بعد الحادثه بقت برمولا بتزور كينيتشي من وقت للتاني ولكن بتيجي كل فتره وبتعرفه انها هتغيب لمده شهر. وبعد ما بتخلص الليله بتروح برمولا لابوها علشان رحلته. بنشوف الراجل اللي اشترى السيف بيرجع مره تانية ولكن المره دي عند بيت كينيتشي وبيكون لابس درع. بنعرف ان اسمه هو نورزبول وبنعرف انه فارس وبيستغرب كينيتشي من انه جه لمكان زي ده وكانت مهمته هي انه بيتحقق من شائعات عن راجل بيعيش في الغابه وبيطمن لانه كينيتشي وبيبدا نورزبول اسئلته عن الواح الطاقه فبيضطر يكذب نفسه وبيقول ان دي ليها علاقه بالسحر فاحفظ سر. بيوافق نورزبول بس بيكون عايز منه خدمه وبيكون اداله معدن عايزه. بينبهر نورزبول من الكميه وبيكون اصلا نورزبول عايز سيف ضخم بس اداله المعدن بدل السيف علشان ينفذ له طلبه. وبما انه المعدن عجب نورزبول بيقول له هقول لك خبر كمان وهي ان في سحر ظهر في الامبراطوريه ما سمعتش عنها وبيستخدم تعويذات غريبه. وبينبهر لما بيعرف ان الشخص ده دخل المايونيز للامبراطوريه وبيتاكد من كده انه من علمه فعلا. بعد الاحداث اللي حصلت بشهر بنعرف ان قافله ماله التجاريه خلاص هترجع والملزقه برمولا كمان معاهم في اي وقت ووسط مليوم عادي والدنيا هاديه. في ناس بتجري وبتقول ان في حادثه حصلت وان الشخص اتعرض للهجوم. بنشوف بعدها ان في قطاع طرق هجموا القافله وبنشوف ان اللي بيستغيث ده ماله بيطلب من واحد من الناس ينقذ بنته. ومن كلام الشخص اللي خطفها هو شاغا ودي تقريبا كانت المهمه اللي مبعوثه ليه. بنعرف ان شاغا رئيس عصابه فيها اكتر من 50 لص وده اللي مخلي الناس تخاف منه. بيكون شاغا خد كل البضاعه وكمان برمولا وبنشوف برمولا رموها للسجن وناويين يستخدموها لاغراض مش لطيفه. لما بيشوف ماله كينيتشي بيروح ليه وبيقول له يرجع له بنته هيدفع له اي مبلغ مهما كان. فبيقول له كينيتشي هيشوف حله. بمجرد ما بيقول لها كل الناس بتبدا تقول عليه متهور وبيحاول يسد ودنه عنهم وبيكون هيتراجع بس بيقولوا انه معاه المتجر الالكتروني دلوقتي. بيروح يطلب من ماله الفلوس عشان يستعد. بنعرف معلومات زي ان مقر شاغا موجود في جنوب المملكه على بعد 50 كيلومتر جوه قلعه قديمه ووسط الجبل. وبيقول كينيتشي انه محتاج وسيله للتنقل السريع وبيلاقي شاحنه مناسبه للوظيفه دي ووسط الموقف الصعب ده بيضطر يستدعيها قدام الناس وبيقول لهم هعمل لكم سحر استدعاء فلازم الكل يبعد. وفعلا بيستدعي عربيه عملاقه وكمان شغاله بوقود الديزل فيعرف يامن الوقود بتاعها بشكل كويس. وبيروح يكلم الناس وبيقول العربيه قويه وهتشيل اي حد مستعد يقاتل معاهم وهيجهز لهم الاسلحه كمان في مكافاه كبيره على راس شاغا. وبيقول لهم كلام حماسي يمكن حد يشارك بس طبعا الاحباط مسيطر عليه. ووسطهم كلهم بنشوف الوشق اللي بيكون عايز يشارك وبتيجي كمان معاهم ميالي والقطط الثلاثه من عرق الوحوش. بيجهزهم كينيتشي بالاسلحه زي ما قال وبيجي ينضم لهم الفارس نورزبول وبيقول له انه حفظ سره بس انت فضحت نفسك بنفسك. وبيوروا له نورزبول سيفه اللي اكتمل ومسميه ناب الذئب. وبينضم ليهم شخص مفاجئ الا وهو الساحر صاحب متجر الادوات السحريه. بيتريق عليه كينيتشي بيقول له انهم مش رايحين يلعبوا بس بيفاجئوا الساحر وهو بيطلع كره نار وده بيغير راي كينيتشي. وكمان بتشوف انامه بتحاول تنضم فبيوافق عليها هي كمان طالما هتهرب لو الوضع بقى خطر. بيكون ماله عايز يروح بس بيرفض كينيتشي وبيقول له استعد علشان تستقبل بنتك بابتسامه كبيره دي مهمتك. بيعيط من كلامه. بيروح كينيتشي للنقابه ياخد مهمه احضار صاغه فبتوافق عليها البنت اللي هناك في رعب. وبكده بتبدا رحلتهم علشان يرجعوا برمولا وكل الناس بتنتقدهم بشده. بيقول كينيتشي على الراجل احيانا انه يروح للخطر ويرجع حتى لو ما استفادش حاجه. بنشوف انومني رايحه تقدم الاكل لبرمولا بس بتكون انومني جعانه فبتسيب برمولا حصتها ليها وبتقول لها
ايه رايك نهرب سوا؟ انا واثق ان المساعده هتيجي. بيقطع الفريق جزء كبير من رحلتهم وبيروحوا في النص وبيحضروا الاكل علشان يبقوا جاهزين. بيكون كينيتشي بياكل الوشق من طعام الحيوانات بس بيعجب عرق الوحوش وبياكلوا منه. كمان الساحر بيكون كينيتشي عرض عليهم خطه ما نعرفش تفاصيلها، ولكن اللي بنعرفه ان الكل بيوافق عليها. بيبعتوا ميالي للاستكشاف وبيكون بيديها كاس ارسال وبتنبهر منه جدا وبتترعب بس بتجمع نفسها وبتقول انها قربت من القاعده. وبيقرروا انهم يتحركوا وبيسيبوا انامه ورا علشان ما تتعرضش للخطر، وبتكون خطتها انهم لو ما رجعوش خلال يوم هتروح تبلغ نقابه المغامرين. بيجي الليل وبتقول ميالي على التفاصيل المكان وان في ابراج حراسه وفي حراس بس بيشربوا خمره والباقي من جوه اغلبهم بيشربوا خمر برضه. بيجي واحد من عرق القطط بيدي لكينيتشي حبايه ياكلها، ولما بيعمل كده بتكون دي مخدر وبتبدا مفعولها وهدفها بقى انهم ما يحسوش بالخوف. وبيسوق العربيه بكل قوه المره دي. وبنشوف الخطه وهي ان ميالي دورها الاول وهي انها تقضي على الحراس بالاقواس، وبتعملها فعلا بكل خفه ومن مسافه بعيده. وبيكون دور الساحر بعدها يفجر المدخل وبيكون لسه عنده قوه رغم انه عجوز. وبتبدا المعركه وبيكون عرق الوحوش فعالين جدا في المعركه واقوياء جدا، وطبعا بتساعدهم ميالي. وبيطلع الفارس بكل قوته بيهاجمهم بسيفه وشكله الانيق وبيكون بيمدح كينيتشي فيهم. وبيجي واحد من ظهره يقتله بس بيلحق الوشق وبيقتل اللص اللي وراه. وبيبدا عدد اللصول يزداد اكتر فاكتر، فبيستدعي كينيتشي الحفاره الضخمه وبيستخدمها زي وحش عملاق. بيقتلهم كلهم وبيخبط كينيتشي في الارض وبيلاقي مكان السجن بس ما بيلاقيش برمولا. بيطلع النساغه خدها كرهينه فوق القلعه وحاطط عليها سيف وماسكها بقوه. وبتيجي خطه كينيتشي وهي انه يعمي ساغه بالليزر، وبتستغل ميالي الموقف وبتصوب عليه وبتقتله. وبتنفع الخطه بس بتصيبه في كتفه وبتهرب برمولا. بيحاول يرمي سيفه عليها ولكن في حاجه بتوقفه وبيقع المره دي. تعرف تسيبه مال المره دي في نص راسه وبيموت اخيرا. بنعرف ان كينيتشي طلب من يانجي يروح لأنما علشان يبلغها بانتصارهم، وكل الناس اللي كانت محبوسه بتتحرر. وبتكون ساعتها وبيعرف كينيتشي يتصرف في لبس للسجينات وبيستحموا بعد برمولا. بتساعدهم انومني بعد ما نطفت وبانت ملامحها، وبتدي للفارس رساله وبيكون ان دي مهمه من واحد من النبلاء. وكل الحكايه متدبره من الاول وده اللي خلى الفارس يستغرب لان النقابه متردده. بتنتهي الحادثه وكله بخير وبيقرروا يناموا في القلعه، وده لانهم تعبانين جدا من المغامره. بنشوف بعد الليله الصعبه دي ان برمولا مكمله نوم في العربيه وبيكون خلاص كينيتشي قرب يوصل للمملكه، وماله قاعد مستني هو والخدم وكذا واحد من الناس. وبيتصدم ماله ان بنته رجعت تاني، وبيكونوا الناس بيتكلموا من وراهم انها رجعت فعلا بس الشركه هتفلس كده كده. وسط الاحتفالات دي بياخد باله ماله من القميص اللي لابساه بنته وبيسال عنه. بيكون كل تفكيره في التجاره ولا كانه كان هيموت من العياط. دماغ تجاريه وبزنسيه بحته يا صديقي. بيروح ماله لكينيتشي يشكره وبيقول له حطيت اغراضنا اللي اتسرقت في صندوق الغاب، وبيكون عمل كده. بنشوف قبل ما يرجعوا للمملكه على طول بيكلم كينيتشي الثلاث قطط وبيقولوا له انهم لازم يفصلوا راس اللصوص عن اجسامهم ويشيل الراس معاه علشان يكون زي دليل انتصار ليهم. وبيكون مصدوم كينيتشي من حوار زي ده وهم بيكلموه. بيعملوا كده اصلا وبيحرقوا الجثث بكل برود وبيقولوا له هتتعود على كده من كتر المغامرات. بيستغل كينيتشي انهم كسبوا وبيجمع كل الاغراض الموجوده في المخبأ وبيلاقي معاهم 100 قطعه ذهبيه، وده مبلغ كبير جدا. ده غير الاغراض والاسلحه والدروع. بعد ما بيخلص عد الاغراض اللي معاه بيقول بعدها انه جاب البنات اللي كانوا محطوفين دول وهياخد كل واحده لبيتها، وبتتغير ملامحهم وده لانه بيقولوا حتى لو رجعوا ممكن يتابعوا تاني للناس اغربوا. وبيقول لهم عندكم حل جميل وهو انكم تروحوا للمملكه وتلاقوا شغل هناك. وبتقول برمولا ان شركتها هتساعدهم كمان. بعد ما بيطمنوا للبنات بيسالوا نومني عن مكان قريتها فبتقول اسمها اوروبا، وبتكون عارفه عنها برمولا وانها بعيده جدا وبتكون المسافه حوالي 800 متر. وبيقول بعدها كينيتشي مفيش مشكله هاخدك لهناك، بس بترفض انومني فبتفهم اناما سبب رفضها وده لانه ممكن عيلتها عايزين يقللوا عدد الناس الجعان. بنشوف بعدها الثلاث قط خدوا رشاغه وقدموا لنقابه المغامرين، والبنت اللي في الاستقبال مصدومه اصلا من الموقف لانها مهمه مستحيله بالنسبه لهم. وبيسالهم الراجل اللي هناك معاكم كام راس من بتوع العصابه، وبيطلع معاهم 52 راس بحر. بيقول له الساحر ان عنده سحر استثنائي وصندوق اغراض واسع، ولو النبلاء عرفوا بالحوار ده هيبقى في موقف سيء. وبيقاطعهم نورسبول وبيقولوا انه هيروح يشوف الكونت اسكلبيوس وده علشان يبلغ بالجريمه اللي حصلت وان النبلاء ليهم يد في الموضوع. كل المدينه بتفرح ان اخيرا اشهر لص في المملكه مات وخلصوا منه، وبيمسكوا ملصقات شاغه وبيهتفوا بيها. وبيقول كينيتشي ان المكافاه اتقسمت عليهم هم السبعه، يعني كل واحد كسب 123 قطعه ذهبيه. الوقت اتاخر والبوابات المملكه اتقفلت، فبيقرر كينيتشي يقعد جوه وبيروح لعند مطعم ازاليا يزورها. وبيلاقي هناك الشاعره اللي كان شافها مع فويو وبترحب بيه ازاليا وبتقول ان اكيد انت اللي هزمت قطاع الطرق، بس بيهرب كينيتشي من كلامها علشان ما يتشهرش. وبيقول انه ما حصلش خالص. بتحاول ازاليا تقرب من كينيتشي
كنيتشي وتقول له انت وعدتني لما تبقى ناجح اكون حبيبتك، وبتكون دي مصيبه جديده هتنزل على دماغ كنيتشي. بيحاول يغير الكلام بس بتمسك ازاليا في نفس الحوار وبتقول شكلي كنت سليه مش اكتر يا كنيتشي يا غدار. المهم تاني يوم انومني اللي سابت اناما وفضلت متعلقه بكنيتشي، وخاف كنيتشي على قلق اناما وراح للسوق بس ما لقاهاش، وكمان عرق الوحوش ما يعرفوش عنها حاجه، ما بيكونش بايده حاجه، وبيروح كنيتشي يكمل باقي المهمات اللي وراه، وباع الاسلحه والدروع كلها لمتجر الاسلحه وكسب من وراهم 6 مليون ين و400 الف. اما بالنسبه لباقي الاغراض فاشترتها شركه مالو بما انها قيمه وكسب من وراهم 7 مليون ين. اما بالنسبه للاساس والاقواس خدها لمتجر الساحل وكسب منه 4 مليون و400 الف ين، وبكده يكون كسب 17 مليون ين، وقرر يقسم المبلغ وكل واحد خد 12 قطعه. وكان كنيتشي مقرر انه هيدي الخزانات لانما وباقي النساء اللي قرروا يعيشوا في المملكه. بيرجع كنيتشي الكوخ ومعاه انومني والوشق، وبنلاقي ان اناما كانت مستنياهم هناك وكانت قلقانه فعلا على انومني. بيقعدوا بتقول انومني انها عايزه تفضل مع كنيتشي وبتبقى عنيده في الحته دي، فما بيعترضوش، وبتقول اناما لو شفت العيشه صعبه فبيتي مفتوح لك على طول. بيكون سبب ان انومني عايزه تفضل مع كنيتشي وهو انه اكلها لحد ما شبعت، وبسبب كلامها الجميل ده بيحضر كنيتشي عشاء فاخر من الاخر، وبيقضوا ليله مفيش زيها. وسط ما هم نايمين بنشوف ان في ناس لابسين رداء وبره كوخ كنيتشي بس ما بنعرفش سبب وجودهم عايزين ايه. وبيحلم كنيتشي بكابوس غير مفهوم، بيصحى بس بيلاقي ان الدنيا طبيعيه ومفيش اي مشاكل. بعد اليوم ده بيكون عدى نص شهر، واللي حصل خلال الفتره دي ان الفارس نورسبول اتكرم بسبب افعاله وترقى بقى بارون وبقى مسؤول عن منطقه صغيره، وبيحاول يقنع الناس انها تعيش هناك وبيبحث عن زوجة. وبيكون كنيتشي بيتمشى في المملكه مع انوم وبيلاقي المركبه اللي كان راسمها لمالو برمولا وضحكوا عليها وشكلهم نفذوها وبقت بشكل طبيعي. بنعرف انهم فهموا قيمه الدراجه واعتذروا لكنيتشي ودفعوا 5 عملات ذهبيه قيمه الفكره. ومره واحده وهو بيتمشى بيقف لانه حس بحاجه، بس بيكملوا شكل الناس اللي كانوا بيراقبوا بيته ماشيين ورا. وبسبب فلوس المهمه بيعرف كنيتشي يرجع الفلوس اللي اخدها من مال لما راح ينقذ برمولا، واللي اتبقى وزعه على النساء. بيكون كنيتشي عند اناما وبيديلها عمله ذهبيه على الاقل وبتقبل بيها، ووقتها بيكون نفس الراجل وراهم وبياخد باله كنيتشي وبسرعه بيمسك ايد انومني وبيبداوا يمشوا. وبيلاحظ ان الراجل ده مش لوحده وبيدخل لشارع ضيق ما بين بيتين وبيحاول يعطلهم بالصناديق. وقبل ما يخرج من الشارع بتيجي عربيه فاخره وفيها واحد وبيضطر يستلم ويدخل جوه. قبل ما بيعمل كده بيطلع العاب ناريه وبيرميها علشان يهربوا، وبيخلي انومني تعدي من تحت العربيه وهو كمان. ولما بيعدي بنجاح بيطلع قصصه وبيصوب عليهم بان ماله جه بسرعه بالعربيه بتاعته، وبيكون عايز يفهم ايه اللي بيحصل. بيفهم ماله اللي حصل وبيقول شكل كده الفصيل المعادل للامبراطوريه، وبيقول له وليه ما تروحوش معاهم وتشوف السيد. وبيقول كنيتشي لو راح وطلب انه يدفع ضريبه مقدرش يرفضها، وده اللي ما كانش عايزه كنيتشي. بنعرف ان بسبب الدراجه اللي اداها كنيتشي لشركه ماله كسبوا لقب عائله، وهو على نفس اسم الدراجه بقى اسم البنت هو برمولا ني درايزن. وبيقول لها ابوها ان الشركه مدينه لكنيتشي ولازم يردوا الدين. بنشوف برمولا متحمسه تشوف كنيتشي وبتجري بكل سرعتها، ولما بتوصل بتلاقي الكوخ بتاعه وكل حاجته مش موجوده، وبيكون هو جاب دراجه ناريه وراكبها هو وانمني والوشق، وفي الطريق بيقابلوا فويو. وبنعرف من الفلاش باك قبل ما يمشي انه عايز يمشي بسبب الناس اللي بتلحقه، بس قال لفويو انه رايح في رحله والاتنين اللي معاه دول عيلته فبيفرحوا بيه جدا. بنشوف ان مغامره كنيتشي وانمني والوشق بتبدا فعلا وبيكونوا مستمتعين بكل لحظه، وهدف السفر في الاساس يبحثوا عن ارض جديده، وبيكونوا بعدوا عن داليا بمسافه 100 كيلو، وده اللي يخليهم قريبين من المدينه الثانيه وهي استرتانتيا. وبيطلع كنيتشي درون وبتفتكر انومني ان ده سحر كالعاده، وبيكون بيستخدمه علشان يفحص المنطقه، وبيلاقي ان النهر الصغير بيصب في بحيره والمفروض ان المدينه قريبه من هناك. بيروح لهناك لمكان كويس وبيقرر يعيش هناك بسبب المنظر والمكان. بيحك الحاجات والبيت وكل حاجه علشان يعيش، وبيقعد يحاول يختار اسم للوشق، بس كل الاسامي اللي بيقولها ما بتعجبش الوشق ولا حتى انوم. بيجي الليل وبنشوف انومني قاعده بتتعلم الكتابه وبتكتب اسمها وبتعرف تقرا وتكتب في الاخر، وعليها الرياضه بس بتظهر تعابير انها مش بتحبها. مش لوحدك حبيبتي، كلنا مش بنحب الرياضه. وقت ما هي بتتعلم بيفتح كنيتشي المتجر وبيقول الديزل بقى بيتباع هناك بسعر عالي جدا وعايز تخفيض فيه. وبيكمل وبيقول انه في مره بالصدفه سمع ناس على التلفزيون لما كان في الارض بتتكلم عن الديزل العضوي وان في طريقه عمله من زيت، وبيقرر بما انه فاضي في العالم ده هيجيب كتب ويقعد يقرا علشان يدرس الموضوع. بتلاحظ انومني ان كنيتشي بيعمل حاجه وبيحرك حاجه زي هي شايفاها، وبتسال عن اللي بيعمله وبتتحمس انومني وبتبقى عايزه تقرا هي، بس بيقول لها ان ده مكتوب بلغه غريبه، فبتظهر عناد كبير في انها تتعلم لغه بلاد كنيتشي، وفعلا بيعلمها. وبنشوف
تاني يوم كينيتشي بيكون حط الالواح الشمسيه وبيحط حاجه عليهم علشان عايز يخفيهم وبيحس بحاجه من وراه، فبيطلع الكوس بس بتطلع ان دي ميالي وكانت بتتبع رائحه كينيتشي والوشق طول الوقت لحد ما لقيته. بتقول ميالي اخر الاخبار اللي حصلت وهي اللي نورزبول اتقدم وخطب برمولا، وبيكون كينيتشي مبسوط من الخبر ده جدا، وده لانه كان بيفضل يقول برمولا تشوف حياتها من غيره افضل. بتكون انومني بتقرا كتاب فيه صور وبتشوفها ميالي وبتتحمس معاه، وبيفهم كينيتشي ان حتى ولو ما فيهم بتبقى قيمه الكتب في العالم ده، وان حتى الكتب الخفيفه هتتباع بثمن كويس. وبيفكر في بيزنس جديد وهو الكتب المصوره، بس بيحاول يشوف طريقه يحول بيها قصص علم لقصص مصوره. بتيجي فكره كينيتشي وبيسعى عن القصص الاسطوريه للمملكه اللي هيروحوها، وبتقول ميالي عليهم وهي وانومني، وبتجذب انتباهه اكتر قصه وهي قصه الالف، وبتحكي انومني عن القصه دي وبيبدا يحولها من مجرد حكايه بيسمعوها لقصه مصوره، وبينجح في ده وبيكون اشترى زي طابعه بس يدويه. طبعا بتنبهر ميالي وانومني من الصور جدا، وبيجي بعد كده دور تجميع القصص سوا، وبيعملها فعلا وبيدي اول نسختين ليهم علشان يقروها. ولما بيروح كينيتشي يرتاح بيبص على الشاطئ بيلاقي واحد من عرق الوحوش بيستخدم قارب ومع واحد من البشر، وبيتجهوا للمكان اللي عايش فيه كينيتشي، فبيطلب كينيتشي منهم يدخلوا الكوخ. بيطلع كينيتشي الكوس وفاكرهم هيهجموا عليه، بس بيطلبوا منه ينزل سلاحه، وبيعرف الشخص بنفسه انه من سكان سانتاكا، ودي قريه في الناحيه التانيه من النهر. وبنشوف في زي 3 قوارب كمان في الطريق، وبنفهم من كلام الراجل ده ان دي زي دوريه استكشاف علشان مش عايزين قطاع طرق. بيعرف كينيتشي بنفسه وبيقول انه تاجر وانه سلاحه ده مع علشان حصلت له شويه مشاكل. وبنشوف الوشق رايح لكينيتشي، وبينبهر الراجل اللي من عرق الوحوش ان في وشق متعلق ببشر للدرجه دي، وبسبب كده بيتاكدوا ان كينيتشي شخص كويس. وبنعرف ان الراجل اللي جه اسمه كروتون، والراجل اللي من عرق الوحوش اسمه نيانياس. كان كروتون شغال عند حكومه القريه، فعلشان كده واجب منه انه يروح ويتفحص المكان، وبيعتذر لكينيتشي على تدخله، وبيشوف كتب مصوره فبيشتري منه. بنشوف انه بيجمع اعشاب طبيه، وبعد قراءته للكتب بتاعته صنع الديزل العضوي وبيجرب، بس بيطلع بمركبات بتخلي الكوخ سخن، فبيجي للنهر علشان ينزل من حرارته. وبيطلب شغله دلوقتي يتعامل مع مركبات فيها سم قاتل، بس بيسعى يعمل الوقود علشان لو قدر يعمله هيعرف يجيب بثمن رخيص. بيقرر كينيتشي بعد ما نجح انه يزور المملكه اللي قريبه، وبياخد معاه ميالي وانومني، وبتدله ميالي على الطريق، وبيوصلوا فعلا. واول حاجه هي انهم يروحوا نقابه المغامرين، وبيدي للبنت اللي شغاله بطاقه هويته من مملكه داليا، فبتروح علشان تسجله، بس بتعرف من معلوماته انه هو اللي هزم سام. وقبل ما تسرب معلوماته دي بيوقفها كينيتشي، وبيكون عايز يسجل مش اكتر، وبيعملوا كده. وهم بياكلوا الثلاثه بيلاحظ كينيتشي وجود كروتون ومع بنت صغيره، وكانهم بيهربوا من حد. بيلاقوا بعدها متجر للادوات السحريه الشبه متجر الساحر في داليا، وبيدخلوا وبتكون اللي ماسكه المكان ساحره عجوزه وما شافتوش قبل كده، فبيقول لها كينيتشي انه حي من داليا وبتعجبه شكل اداه غريبه، وبتطلع انها بتزود تركيز الكوح، وبيكون عايز زيها بس بتكون بتفصل المواد عن اي سائل، وبتكون هي دي الاداه اللي بتعمل كده. وبيقول كده لو جبتها افضل اعمال الوقود من غير مواد كيميائيه، وبتستهل بقى الست انه عايزها، فبتقول له 5 عملات ذهبيه، بس بيوافق على طول لانه محتاجها وهيخرج منها كنز كبير. وبتيجي انومني بكتاب عجبها وبيطلع انه كتاب تعويذ، فبتقول للساحره لو اللي بيقراه ما عندوش قوه سحريه فما فيش فايده خالص. خلصوا الشراء وهم خارجين قابلوا نيانياس، بس بيكون مستعجل وبيجري وبيمشي كينيتشي شويه، وبيلاقي كروتون وبنته وفي ناس معاهم سكاكين محاوطينهم، وبيقولوا انه مش هيكون لطيف لو عمل مشاكل تاني وهو لسه جديد هنا. بتيجي فكره هو بيشتري كينيتشي قناع علشان يخفي وشه، وبيروح يساعد كروتون، وفعلا بيخافوا من القناع. ومش كده وبس، ده بيطلع العاب ناريه وبيهربوا هم مفكرين ان دي اداه سحريه. بيشكروا كروتون على انقاذه، وبنعرف ان الناس دي اتباع زوتيرا، ودول نقابه التوابل اللي محتكره التوابل كلها، وهم كانوا بيستهدفوه شخصيا، وده لان كروتون قبض على بعضهم لما كان شغال للحكومه. بتروح بنت كروتون تشكر كينيتشي، وبنعرف ان اسمها هو ماري، وبتشكره على القصص، وبيفرح كينيتشي، وده لانه كده انومني بقى عندها اول صديقه في نفس عمرها. بنعرف ان ماري جت مع ابوها وامها بعد الحادثه اللي حصلت بكام يوم، وبتنبهر الام من طبخ كينيتشي، وعلاقتهم بقت اقوى مع الوقت، وكل واحده بتزور الثانيه من وقت للتاني، وبيلعبوا كل يوم تقريبا. بيكون كينيتشي جاب ماري في يوم وعملوا كتاب عن قصه سندريلا واللي ناقصه بس الطباعه. وفي يوم بنشوف كروتون جاي بيجري على كينيتشي بيديله حزمه مليانه فلوس ومتنوعه، وبيقول له عالج بنتي لان بنتي جالها حمى جديده. بيساعده فعلا وبيشتري دواء معين، وبيقول له هيلحقه فعلا. بيطلع الدراجه بتاعته وبينطلق باقصى سرعه. بنشوف بالليل والساحره عندهم وبتاكد اصابتها. كينيتشي بيقول لها استخدمي سحرك بقى، فبتقول له ان الحوار صعب اصلا مش زي ما انت فاكر، وعلشان تتعالج محتاجين زهره اسمها تشكوري موجوده في اعماق الغابه، والحمى بتروح ببذورها. بينطلق كينيتشي وكروتون ونيانياس علشان يدوروا في الليل
بالليل على الزهره دي ولازم يلاقوها قبل الصبح ويكون في 2 اللي كانوا هيؤذوا كروتون وبنته عرفوا مكان بيته وشكل المشاكل هتبدا تزيد. نشوف وسط الليل والضلمه بيطبعوا ال3 كلام الساحره وعلشان يلاقوا الزهره وينقذوا ماري. بتكون الزهره دي موجوده عند الينبوع اللي هو مصدره الميه ومكان هو اعماق الغابه وبيوصلوا لهناك بس بيحس ان في حاجه وراهم بس بيطلع ان ده الوحش وكان بيجري طول المسافه. بنعرف ان كنيتشي واخيرا اختار له اسم الا وهو فيل. بيطلع كنيتشي قارب وبيروح لوحده يبحث عن النبته وفعلا بيلاقيها وبيجيب جذورها بكل سهوله وبيقدمها لكروتون وبيرجع الامل ليه لانه كده قادرين ينقذوا ماري بس بيقاطعهم صوته بيكون في حد جاي ناحيتهم وبيطلع انها وحوش وعددهم كبير. بنشوف ان الذئاب مع طه شكلها مواجهه انتهاميه منهم بسبب اللي حصل زمان وبيطلع كنيتشي سيوفه وبيديها لكروتون ونيانياس وبيقول لهم عليكم علشان تهربوا لماري ولازم ما تتاخروش علشان تنقذها وبيعمل كده فعلا بالالعاب الناريه. بس الذئاب بتطلع اذكياء جدا وبتجري لعند نيانياس وكروتون وبيطلع السيف وبكده كنيتشي ما بيبقاش قدامه غير ان فيل المكان وبيعرف فيه المكان الاشرار وبيهاجمهم هو. بيحاولوا الاثنين الاشرار يخلوا الذئاب تجري ورا كروتون ونيانياس بس بيقفوا مره واحده في صوت بيظهر لخطوات وحش عملاق وقوي ما بنعرفش شكله بس هو بيتحرك بتقع الاشجار يعني عملاق جدا. بيكون الوحش على شكل دب بقرون وبيهاجم بكل قوته الشخص اللي من عرق الكلاب وبيهزمه بضربه واحده وبيجري بعدها ناحيه كنيتشي وفيل بس بيهاجموا كنيتشي بالقوس بيصيبه فعلا. بيكمل معاه فيل بيرمي عليه كنيتشي العاب ناريه بس بيكملها الوحش وبيدوخها وبياكلها حرف وبيكمل عليه بالحفار كنيتشي وبيقتله. بيوصل كنيتشي لبيت كروتون وبيعرف انهم تجاوزوا اقصى مراحل الحمى وبيشكروا على كده كروتون ومرات. بيروح بعدها كنيتشي يقول لكروتون انه انقذ الراجل اللي من عرق الكلاب وعمل معاه وعد انه ما يقربش ليه وبيقول له في كتير شايلين من كروتون والوضع هيكون احسن لو انتقل من المكان. فبيقترح كنيتشي الاقتراح ده علشان تعرف تعيش عيلته بسلام. فبيلاقي كنيتشي المكان المناسب وهو البارونيه اللي ماسكاها نورزبول اتعملت مؤخرا وبيجلدوا المواطنين وهتكون في امان وكويس هناك وده هيكون كويسه جدا. مش بس كده ليه كمان كنيتشي هيعرف البارون وهيكتب له رساله توصيه مخصوص. بتعجب كروتون الفكره بس بيكون عايز يناقش عيلته الاول وده لانهم عاشوا في الارض دي لمده طويله وهيكون محتاج قوه علشان يمشي منها هو وعيلته. بتقتنع العيله بالفكره وبعد كام يوم بيجهزوا اغراض بيمشوا علشان يروحوا لمكانهم الجديد وبيروح كنيتشي لمكان بيت كروتون وبيلاقي هناك الراجل اللي من عرق الكلاب وبيقول لهم فعلا مشي في الاخر وباين من شكل ايده انه تولى امر الناس اللي كانوا عايزين يعملوا مشاكل لكروتون. بنروح بعدها للنقابه وبنشوف كنيتشي بيعرض الدب اللي قتله وهو دب الناب وفي حد من النقابه مبهور لان ده وحش قوي جدا وبيطلب منه يخرج اللحم والاحجار السحريه وده لانه عايز يبيعه. بنشوف بعدها في مكان في المملكه بنلاقي هناك برمولا جت بتبحث عن كنيتشي وبيسمع الصوت كنيتشي وبيتصدم وبيجيله زي قشعريره بس ما بيعرفش انها هنا. بيرجع كنيتشي لبيته وبيستخدم الاله بتاعت فصل المواد وبتبقى فعاله جدا وبيقدر يصنع وقود الديزل وبيعرف يوفر فلوسه بكل سهوله وهيكون معاه وقود للالات بتاعته. بيقول كنيتشي قبل ما يمشي انه احتمال يرجع على تاني يوم وسايب اكل يكفيهم وبيمشي وبيطلع انه راح المدينه عشان ياخد الكتاب السحري وده لان العجوزه راحت تسجله بشكل رسمي وبيستكشفه وبينبهر منه كنيتشي وكمان بيروح لعند الراجل اللي خلص تقطيع الدب وبيديله الحجر السحري ولحم الدب زي ما طلب. وهو بيتمشى بنشوف ان برمولا شافته بيجي له قشعريره تاني وبيخاف لا يكون نسي حاجه وبيقعد يراجع نفسه وكل اللي عمله وما بتصدق تلاقي برمولا وبتقول له ايه انت سبتني لوحدي وحتى لو النبلاء مسكوك دي مشكله شركه ماله مش مشكلتك. فبتنتبه الناس ليهم وبيحاول هو يلم الامور وبياخدها علشان يتكلموا في مكان تاني وبيروح للفندق اللي ساكنه فيه برمولا وبتبدا تحكي له الاخبار اللي حصلت في غيابه زي انهم خدوا لقب عائلي بسبب الدراجه وبيلاحظ كنيتشي انها عماله تذكر كل اللي هو عمله ليهم وهو ما بيكونش ساعدهم للدرجه دي بالعكس هم اللي ساعدوه. بيغير كنيتشي الحوار وبيقول لها انه سمع انها تتجوز من بارون نورزبول فبتقول له برمولا انها كلمته في الحوار ورفضته وبترجع لحوارها وبتقول ان انامه والساحر غضبانين منه لانه ما سابش خبر قبل مغادرته. بيقول لها كنيتشي انه مش عايز يعمل مشاكل لاي حد وحاسس انه حمل تقيل عليهم بس بترد عليه انه ما كانش كده خالص وبيستغل كنيتشي كلامها ويقول لها طيب خلاص ارجعي للمملكه وقولي لهم واعتذري لهم مكانه. بس هي ذكيه برضه بتقول انها لو هترجع فهترجع معاه. بيقول لها كنيتشي انه مش ناوي يرجع فبكل تلقائيه بتقول له برمولا طالما انت مش راجع فانا كمان مش راجعه وبنعرف انها عرفت مكانه من خلال قائمه المعلومات المحدثه وعشان كده سافرت باقصى سرعه عندها علشان توصل له. بنشوف بقى تاني يوم بيرجع كنيتشي لبيته ومع برمولا وبتبدا الغيره هنا تولع ما بينه وانه ساب برمولا بس خد معاه ما يلي وانهم وبيوضح لها الاحداث اللي حصلت وبتفهم الموقف والعيله بتاعت كنيتشي بقت اكبر وبتبدا تحصل مشاكل بينهم. بنشوف ان بعد ما حلوا المشكله كنيتشي بيطلع الكتاب وبيفكر ازاي هيستفاد منه بما انه كتاب سحري تاخده نومني تقرا فيه بشكل تلقائي بس بيطلع ان عندها طاقه سحريه وبتعمل كره ناريه كبيره جدا بتبدا النار تمسك في البيت فبيطلع كنيتشي 3 طفايات وعلى طول بيطلب من انومني والبت الثانيه انهم يساعدوه يعملوا زيه بالظبط. برمولا بتعرف تتصرف لكن مالي ما بتعرفش
بتكسر المضخه وبتتصر. بتعتذر انومني على اللي حصل، بس بيكون كينيتشي مبهور منها ومبسوط انها بتستخدم السحر. ومره واحده بتقع انومني من طولها، وكانت حرارتها مرتفعه وحظهم كويس، وده لانها نزلت تاني يوم. بتكون اتعافت انومني تماما من حرارتها وبقت احسن زي الاول، وكمان مان رجعت لطبيعتها من بعد الحمى. وبيكون كينيتشي دعا عيلة كوروتو لبيته وعمل وليمه وشواء من لحم الدب، واول لما بيعمله بيكون قاسي جدا. وبيلاقي كينيتشي الحل بيستخدم زي مطرقه مخصصه علشان يبقى اللحم لين، وبيحط عليه الصلصات بتاعته، وبيحضر لهم بعدها الكاري وبيعجبهم جدا. بيخلص كل من انومني وماري كتاب سندريلا زي ما قالوا لبعض، وبتستغرب برمولا من ده وبتساله عنه وبتقول له انه اكيد هيجيب روش. كل تفكيرها بيتغير 180 درجه للتجاره في لحظه واحده. بما ان برمولا قررت تعيش مع كينيتشي، فجت لها فكره انها تتاجر في استراتينيا. ما بيكونش عنده احتراف، بس عايز يفهم هي هتبيع ايه غير الكتب المصوره، وبتكون عايزه تبيع الاطباق اللي عملها كينيتشي، وبتعجب الكل الفكره. وكمان بتكون ام ماري عايزه تساعد، وبتقول لهم انها عندها خبره كناتله. وعلى طول بدات برمولا الشغل من تاني يوم. وفعلا لما بيفتح الكشك بيلاقي استقبال كبير، بس بيجي اتنين وبيكون واضح عليهم انهم مش كويسين، وبيقولوا ان اكلهم في حشرات ومستائين من ده. كينيتشي كان شغال بالدرون في المنطقه بيجمع معلومات عن الاعشاب، وبيلاقي حجر بنفسجيه في الصخور بيتمنى انها تكون غاليه وتتباع بسعر كويس. بعد ما اليوم بيخلص بيرجع للكوخ عند برمولا والباقيين، وهناك بيبلغوا برمولا ان كل الاطباق والقصص المصوره اتباعت من اول يوم، وده بيخليه مبهور بالنجاح اللي حققه بسرعه. وفي وسط الحمام ده بتظهر ست غريبه من عرف الوحوش اسمها نيامينا، وبرمولا بتقول ان الست دي سمعتها جامده جدا، لان في ناس كانوا عايزين يبوظوا سمعتهم بحشره غريبه، لكنها وقفت جنبهم ودفعت عنهم بسبب انتباهها العالي وقوتها. كينيتشي قرر يوظفها كحارسه عنده، وبيشكرها على مساعدتها. لما بيرجعوا البيت ميالي بتتصدم لما بتشوف نياميانا معاهم، بس لما بتكتشف انها وشق بتحترم كينيتشي اكتر. كينيتشي بيقدم لهم يخنه بلحم الدب، وبتعجب نياميانا. بتتصرف بالراحه وبتستخدم الحمام اللي انومني بتسخنه بالسحر بتاعها. بعد ما بتشوف الرفاهيه في الكوخ بتبدا نياميانا تفكر انها تعيش معاهم. الكشك بقى بدا ينجح يوم عن يوم، ووجود نياميانا كحارسه خلى الوضع اكتر امانا. مع الوقت كينيتشي قرر يبني ثقه مع ميالي وانومني عشان يتسلقوا الجرف ويستكشفوه اكتر. وفي اليوم اللي بعده برمولا بتاخد اجازه، وكينيتشي بيطلب من نياميانا انها تجيب ماري وامها، وده بيخلي انومني في مزاج رايق. كينيتشي بيلاقي الاحجار البنفسجيه اللي قيمتها 200 و1000، وبيتبسط جدا لان حجر واحد عوضه عن المثقاب اللي خسره. بعد ما بيرجعوا بيعمل اكله جديده اسمها الحيوزه بلحم الدب. كينيتشي بيقول لميالي ونياميانا ما يدخلوش المطبخ عشان العجين هيلزق في شعرهم. لما بيقدم الاكل بيعرفهم على صلصه المايونيز، ونيامينا بتفكر ان ده سحر في الامبراطوريه بيعمل حاجه زي كده، فبيفتكر كينيتشي في نفسه وهو وصل لحد فين بافعاله دي. برمولا بتحب الوصفه وبتقرر تضيفها للكشك، بس كينيتشي بيقول لها لا دي متعبه وبتحتاج طاقم عشان تتعمل. مع مرور الشهور الكشك بيتوسع وبيكسبوا فلوس اكتر، لدرجه انهم استاجروا مخزن صغير في المدينه لتحضير المنتجات، والارباح اليوميه بقت من 150 ل 200,000. والله ولعبت معاك يا ابني. وهدفهم يوصلوا اكتر من 70 مليون بفضل ايريس اللي بقت مسؤوله عن الاداره. قدروا يفتحوا فرعين جداد، والارباح السنويه بقت اكتر من 200 مليون ين. وفي وقت ما كل شيء ماشي تمام التمام وعلى العيال وكنيتشي هيعدي الفقر، بنتنقل للقصر الملكي. بنشوف بنت صغيره اسمها ليليس بتكلم امها عن المفتش اللي كان عندهم، وبيعرفوا ان قطاع الطرق في ايطاليا اتهزموا كلهم على ايد شخص عنده قدره غريبه على التحكم في وحش حديدي. ده بيخلي ليليس تتحمس وبتعتبره منعطف مثير في الاحداث. وبنسمع واحده بتتكلم وبتقول انها مرات بوتريوم واسمها كنان، وبتكون قاعده قدامها برمولا وبتعرفها كاتان بإنجازاتها اللي حصلت مؤخرا. وبنعرف ان القصر اللي هي فيه ده بيرجع لسيدة استنتاريا. وفي مكان تاني بنشوف كينيتشي وإنيموني وبيكونوا في متجر للسحر، وبتعرض عليه الساحرة كتاب لسحر التفجير، فبتفتكر الساحرة اللي في المدينة اللي هو فيها وما بيفكرش مرتين وبيشتريه على طول. وبتلاحظ الساحرة ان إنيموني مهتمة بكتاب معين، فبتقول لها خديه هدية مش هيضر. وبيكون الكتاب ده اصلا عن السحر المنزلي ومش لازم يتسجل. وبيفرح كل من كينيتشي وإنيموني. بيجي الليل وبنشوف ابطالنا كلهم متجمعين سوا، وبتتكلم برمولا ان كانتان جابها علشان عايزه دبوس فاخر، وده لانها في حفل من الحفلات كانت في واحده لابسه دبوس اشتريته من شركه مالو وطالعه بتتباهى بيه، فاتضايق الكنان ومشيت من المكان. بيسمع كده كينيتشي وبيطلع دبوس في لحظه، ولما بتشوفه برمولا بتنبهر من جماله وان النقش اللي عليه شبه
وبهكتان جدا. فبيتكلم كينيتشي وبيقول استغل الوضع بقى، لكن بتكون برمولا بتسرح بخيالها. بيلاحظ كينيتشي انها بقت بتعمل كده كتير، وسط جو التخيلات بتكون نميمة بصلهم ومتضايقة من اللي بيدور. مالي بتلاحظها وبتقول ان هي اللي فرضت نفسها وقالت انها حارسة، وجو التحقيق اللي مش هيخلص ده بيكون كل التحليلات دي من مالي لانها بتغير منها وعايزة تقتلها مهما حصل. بيجي يوم جديد بنشوف مالي بتكلم كينيتشي وبتقول حاجة عن الكهوف والمغارات، لكن ايه هي ما نعرفهاش. بس بنلاقي كينيتشي بيطير من الفرحة وبيتخيل معابد مليانة كنوز وآثار، بس بيهدى وبيقول انها ما قالتش ده امبارح على العشاء، وبتكون اصلا ما قالتش عشان ميلينيا ما تجيش معاهم. بنشوف بقى إنومني اللي بتكون سامعاهم وعايزة تدخل وبتصر انها تيجي معاهم، وبيوافقوا لطلبها. والوشق معاهم اكيد في رحلتهم ما بيتأخرش، وفعلا بيركب كينيتشي وإنومني الموتوسيكل ووراهم الوشق وميالي، وبيوصلوا لعند السطح في الصخور وبيدخلوا جوه وهم مستعدين. بيصور كينيتشي كل حاجة علشان يوثقوها وكلهم مبسوطين. وبعد وقت بيلاقي كينيتشي بيلا ورب بتلمع باللون الاخضر وما بيهداش، بيطلع الحفار وبيبدا يكسر الصخور. وبسبب الصوت العالي بتلاحظ بيالي ان في حاجه جايه عليهم وبتنبه كينيتشي. بيطلع ده عنكبوت عملاق وبيحاول كينيتشي انه يسيبه بالسهم، بس جلد العنكبوت سميك وقدر يصد الضربه، بس بتضرب ميالي بالسهم وبتصيبه في عينه وبيتأذى جامد. وبيقول كينيتشي لإنومني انها تستخدم سحرها على العنكبوت، بس بتكون في كوكب تاني. وبيلاحظ العنكبوت ده وبيهاجم بخيوطه، بس بتلحقها ميالي وبتجري بيها وما بيقدروش يهزموه. فبيشتت كينيتشي العنكبوت بالصواريخ وبيجروا لبره الكهف، وبيكونوا اطمنوا لان العنكبوت ما خرجش. وبتقول له ميالي ان العناكب دي بتصطاد بالليل. بعدها كينيتشي بيروح يطمن على انيموني وبيقول لها ما تقلقيش، وهي بتعتذر له. بيرجعوا وبياخدوا حمام سخن، وبتتعصب ميالي لان ما حدش قال لها، وبتقول اكيد الحوار ده منك يا ميالي. والاتنين تكا وهيولعوا ببعض. فبيحاول يهديهم كينيتشي وبيقول لهم انه كده كده لازم يرجعوا عشان يجيب المولد بتاعه، لكن هو عايز كمان يروح يطلع البلورات اصلا. بتنشف مياليا راسها وبتقول انها جايه، بس بيقول كينيتشي انها بتحرس برمولا في الاساس. وبتهدى وبتفهم الوضع، بس بتطلع بالمولة زي الخازوق. وبتقول له ما عندهاش مشكلة اصلا، وده لانها عايزة ترتاح فترة، وبكده ميلينيا هتيجي معاهم بذوقها وبالعافية. بتشوف ان كينيتشي جاب الكتاب لإنومني وبتتحمس وبتبدأ تقرا فيه، بس بيوقفها كينيتشي بسرعة لا تولع في البيت من تاني. بيخلص اليوم وبيجي اليوم الجديد بسرعة. بنشوف إنومني بتستخدم سحرها وبتستدعي كرة النار اللي بتكون قوية جدا، وبتتدرب مع ميالي وميلينيا على التصويب. والمرة دي بتكون جاهزة وبيروحوا كلهم لعند الكهف وجاهزين كلهم، المرة دي معاهم ميلينا. بيروحوا وبيوصلوا لمكان البلورة الكبير، وبيقول كينيتشي ان ده المكان اللي اتهاجموا فيه والادوات بتاعته موجودة زي ما هي. وبيقول لهم ان العنكبوت ظهر لما استخدم الحفار، وبيشغلوا تاني علشان يجيبه. وفعلا بيظهر العنكبوت تاني وبيكون هو نفسه اللي هاجمهم، وبيطبقوا خطتهم وبتضربوا إنومني بكرة النار، وبتنجح الخطة فعلا. وبيقرروا يمشوا وراه يقتلوه علشان مش عايزين يفضل موجود. ولما بيمشوا بيلاقوا انهم دخلوا في اماكن اكبر واعمق، وبيلاقوا العنكبوت وبيطبقوا خطتهم تاني علشان يجيبوا اهله. ولكن قبل ما يحصل اي حاجه بنلاقي ان في عنكبوت تاني لكن بشكل مختلف بيتحرك، وبتعرفنا ميلينا ان دي انثى وبتكون حجمها اكبر من التاني اللي واجهه. وبيقرروا انهم هيهربوا بما ان الذكر مدفى الانثى مش هتاكل كده وهتموت مع الوقت. بس العنكبوته بتكون ذكيه وبتسد المخرج. بنشوف ان الوشق فيل جري بسرعه واصاب العنكبوت في عينه، وهم بيكملوا بيرشوا المبيدات عليه، وبتربي إنومني سحرة، بس المرة دي ما بتتأثرش العنكبوتة، وباين ان عندها مقاومة. بس بيلاحظ ان العنكبوتة مش بتهاجمه. بيحاولوا معاه كتير بس مفيش فايدة. في وضع زي ده بيعمل نفسه كينيتشي ومتعصب، وبيقول اي كلام عشان يستدعي الحفار العملاق، وبيركب فيه مع إنومني وبيستخدم الدرع بتاع الحفار بكل قوته وبيخش في العنكبوت. بس بتقدر تقاوم العنكبوت وبتمسك الايد، لكن بيقدر ينزل عليها بقوة. وطبعا لازم تطلع له مشكلة، وهي ان المحرك بيوقف وما بيكونش في امل. بس بتبدأ إنومني تقول التعويذة بتاعت الانفجار، وفعلا بتقدر تفعلها وبتعمل انفجار كبير للعنكبوت. بس رغم كل ده ما بتموتش. وقتها الحفار بيشتغل، وبيقرر كينيتشي انهم يقتلوها مرة واحدة وخلاص ينتهي كل ده. وفعلا بيقدر انه يقتلها بكل قوة، وبتنتهي العنكبوتة، وبيكون كل الكهف فاضي ليهم، وقادر انه يجمع البلورات براحته. وبيكون مبلغ البلورة غالي جدا، وقدر يرجع كل فلوسه بسهولة. بيخرجوا من الكهف وبينبهر كينيتشي ان إنومني قدرت تستخدم الانفجار وشكلها اتعلمت، بس بتقول له ان دي اول مرة تستخدمه اصلا.
اصلا، وده اللي بيبهرهم كلهم. بيرجعوا البيت وبيطلع كنيتشي العنكبوت الذكر، واللي لما بتشوفه برمولا حجمه بتصوت، وكمان بيكون كان في بيض العنكبوت وبتكون برمولا مخضوضه وبتقول يا ريت ما ياكلوش، لكن بيخيب ظنها لانه بيعمل احلى اكله ليهم، وبيخلص وبيقول لهم مش هجبر حد انه ياكل. ساعتها بيجربوا انومني وبتنبهر من الطعم، وده اللي بيخلي الكل يجربه. وبتلاحظ برمولا الاكل فيه جبنه، وبتقول ان اللي بيعملوا جبنه اماكن محدوده، فبيوقع كنيتشي نفسه في مصيبه لما بيقول ان دي طريقه الجبنه سهله، وده اللي بيخليها تقفش في ام الكلمه، وبتقول انها عايزه تعملها، وبيعملوا فعلا قدامهم، لكن بيطلع طري جدا. بتطلب برمولا من كنيتشي انها تسلم لكنان طريقه عمل الجبن ده، وبنشوف ان الفرعين حصلت لهم مشاكل بسبب انهم بياخدوا التوابل بطريقه تانية غير المعروفه، والسبب في كده تاجر اسمه سوغالوم. وبيفهم كنيتشي ان هي عايزه تستغل سلطه النبلاء علشان ترجع تشتغل تاني. بيقول لها كنيتشي مش لازم الطريق ده وانه موجود وهيساعدها، فبتقول له ان التجاره ليها طرق تانية للقتال، وبيوافق في الاخر كنيتشي على الطريقه دي، وبيقول لها لما تحتاجي لي يوبي قولي لي. بتنجح طريقتها، وبنشوف ان الرساله وصلت لسوغالوم اللي ما بيهتمش، وبيقول ان ده مش اكتر من شويه وقت وبيرجع المطعم يشتغل يمكن زي الاول او احسن. بس في يوم بنشوف كنان جايه بنفسها ومعاها 2 حراس، وبيستقبلها كنيتشي وبرمولا، وبتكون كتان عارفه عنه وبتكون عايزه تكلمه علشان هو الشخص اللي هزم شاخه وانه معروف بالسحر، وبتكون عرفت عنه من ابحاثها وبتنحن ليه وبتطلب منه طلب، لكن ما بنعرفش ايه هو. بنشوف كنيتشي راكب العربيه ومعاه ميلينيا اللي بتكون متوتره وخايفه وفاكره انهم جوه بطن الوحش، وبنعرف ان المملكه كلها حاليا بتقوم بعمل قناه ضخمه علشان تنمي الزراعه، وان بيتريوم هو الوحيد اللي لسه ما خلصش. المهم باين اصلا على بوتريوم ان هو كان في حاجه محيراه وفي حاجه مدبره عشانه. بنرجع لعند كنيتشي والسيده كنان اللي كانت بتطلب منه انه ينجز العمل والا الارض هتروح منهم، وبتقول له تفاصيل البناء وان الطول هيكون حوالي 3 ليخ، وانهم لازم يخلصوه في خلال الشهر ده، ولو خلص قبل الميعاد يقدر ياخد اي حاجه هو عايزها. وبتقول له بما انك ساحر اكيد مهتم بسحر الحمايه العليا، وبتدخل ميلينا وبتقول ان وده سحر قديم وقوي بيحمي من التنانين حتى، وبيتخيل انومني بيستخدمه زي الاهبل، وبيوافق على طلبها وبتفرح. وبتشوف كمان ان المملكه ادت اساس مش محتاجه اصلا علشان يساعده في مهمته، وبيحط كله في سحر التخزين، وبيطلع قيمته 120 مليون ين، وده اللي بيفرحه. بتعرض عليه كتان نفسها علشان يتجوزها، بس هو بيرفض وبيقول لها انه متجوز اصلا، وبتقول له يعني متجوز وعندك بنتين من عرق الوحوش وبترفضني؟ لا ده انت هبل في دماغك. فبيكبر دماغه وبيكمل رغم انها بتتناقش معاه، وفي الاخر بيوصلوا للموقع وبيلاحظ انهم لسه بيقطعوا الاشجار وانه لسه بدري على ما يخلصوا، بالمعدل ده هياخدوا سنه. فبنشوف ان نيكيرو ونيمارو ونيانجي هناك بيشتغلوا، وبيستغل كنيتشي منهم، وبيكونوا صرفوا كل الفلوس اللي اخدوها من مهمه شاغا، وعلشان كده بيشتغلوا. وهم بيتكلموا بتيجي ميلانيا جنب كنيتشي اللي بيشوفها ال3 قطط وبيعجبوا بيها، الطيور على اشكالها تقع، وبتتفخر ميلانيا من اللي حصل، وده بيضايق مالي. وبنشوف ان في مجموعه ناس بتكلم كنان، وبيكونوا دول التجار المشاركين في البناء، وبتقدم لهم كنيتشي على انه ساحر وانه ناوي يساعد في البناء، وفي تفاصيل معينه هو محتاجها بتلمحها برمولا، ودي لان كنان معاه ورقه بالتفاصيل، وان الميزانيه فيها مشكله وان الاسعار دي غاليه. فبيقول لها واحد من التجار انهم لازم ياخدوا ثمن النقل في الحساب، وانهم عندهم شغل خارجي مهتمين بيه، وهم الوحيدين اللي قادرين يوفروا العدد الكبير ده مره واحده. وبتسال برمولا لو كان كنيتشي يقدر فعلا يوفر فأس واحده، وبيبيعوا برمولا بقطعه فضيه، وده بيضايق التجار. وبيقول لها واحد انه وصل لهنا بامر من شركه توغالوم، ودي الشركه اللي حاولت تنقل المطعم بتاع برمولا، او بيكون كنيتشي سامع اصلا عن ده وانه فعلا بيعمل اعمال قذره. او بيقول كنيتشي انه مش لازم يهتموا بالحوارات دي، ولازم انهم يركزوا في انهاء البناء، وبيقرر ينجز المهمه باستدعاء الحفار الضخم. وفعلا بتشتغل بكل قوتها وبتنجز عمل شهور في يوم، وبيخلص اليوم. وبنشوف ان كنيتشي رايح للبيت مع رفاقه، وبيلاقي ان عرق الوحوش بيقدموا حيوانات اصطادوها للوشق، وده لانه مقدس عندهم. بنشوف بعدها كنان واللي بتكون عربيتها ما وصلتش لعندهم، فبيعزمها كنيتشي على العشاء وبيحضر احلى اكل ليهم، وبتنبهر كنان لانه حضر اكل ولا كانهم لسه في القصر. بس لما بتشوف ميالي ومالينا الاكل ما بيقدروش يقاوموا وبياكلوا. بتجرب كنان الوجبه دي وبتنبهر جدا بكل حاجه فيها، وبنشوف ال3 قطط قريبين منهم وبيعزمهم كنيتشي، لكن بيقولوا انهم مش لوحدهم اللي جعان هنا، وده لان في مطعم قريب بس بسبب سعره ما بيقدروش يشتروا منه كل يوم. وبتطلب برمولا انها تقدم الاكل ده بس بسعر مناسب، ما بيعترضش، وفعلا بيكونوا بيكسبوا كتير. وبيقول كنيتشي انه محظوظ لانه عمل اكل كتير وبيخلص اليوم، وطبعا زي ما ابهر برمولا بيبهر
كنان بحط الاستحمام الدافئ، وبتحكي كنان انها عمرها ما كانت مبسوطة وما كانش اهلها بيفكروا الا انهم هيجوزوها لمين. بيخلص اليوم وبنشوف تاني يوم ان برمولا وكنان بيشتغلوا سوا وبياكلوا عرق القطط كلها علشان يشتغلوا بكل قوتهم. وبتيجي صاحبة المطعم وبتعرف ان مطعمها فاضي من امبارح، وبيعرفوا ان شركه مالو ليها دخل، وبتقول لها برمولا ان محدش بيروح لها بسبب الاسعار، وبسبب اللي حصل اسعارها نزلت علشان تناسب الكل. وبنشوف بعدها ان كنيتشي ماشي بيشيل الاخشاب والحاجه اللي بيجمعها العمال وبيكمل شغله بشكل مستمر وفي تقدم ملحوظ. وبيجي اخيرا خدم كنان بس بترفض تسيب ليهم حاجه، وده لانها حبت الشغل. بيجي الليل وبيلاحظ كنيتشي ان دلوقتي عندهم مشكله في نقص الميه، وبيقول مفيش مشكله لو اشتريت من المتجر الالكتروني. وهو بيكلم نفسه بيلاحظ ان علك الوحوش نضيفين جدا، هو بيكون شربهم نبيذ مقابل انه يعرف ايه السر، وفعلا في ينبوع قريب وهيبدا يستغله. وبيقول لهم لو جابوا الميه هيدوهم نبيذ تاني، وعمل كده مع كل عرق الوحوش. وبنشوف تاني يوم استغل كنيتشي ان كنان كانت عامله دماغ وخلاها توقع عقده علشان تتبع تعليماته من غير ما تعترض، وبتتخيل انه هيستغلها بالشكل ده، بس شكلها راحت لبعيد. كملوا شغل البناء من غير مشاكل وفي تقدم ملحوظ، وكمان برمولا بقت احسن في استخدام العداد وكان لها الفضل في التسجيل حسابات البناء كلها. وفي الاخر خلصوا البناء في الوقت المطلوب وعملوا احتفال كبير مع العيله الملكيه بحضور الرؤساء وسكان الاراضي المختلفه. وللاسف كان كنيتشي مجبر انه يحضره بما انه ليه الفضل كله، ومش كده وبس ده لبس في الحيط لانه مجبر يطلع يعرض سحره. وبيعمل كده فعلا والكل بينبهر من الحفاره العملاقه. ومش كده وبس بينتشر خبر ان هو اللي هزم شيخه، وبيتكلم واحد من النبلاء وبيقول يا خساره كنت مستني ان عيلتك تهرب من الارض بس بتحرجه كنان، وده اللي بيخليه يمشي بالضايق. وبيكون كنيتشي لاحظ ان برمولا مركزه مع العربه بتاعتهم وبتقول ان في عجوز موجود جواه وانه نبيل سابق واتنفى من مكانته، وبيستنتج كنيتشي ان هو اللي دفع شاغه علشان يخطفها. بيخلص الاحتفال بنشوف ان النبيل صاحب الارض بيروح يشكر كنيتشي هو ومراته ان كل حاجه حصلت بسببه، وكمان برمولا كان ليها الفضل في تصحيح حسابات البناء كلها، وانه ناوي يبدا بشكل نظيف لانه ورث الارض دي. وسط كل الكلام ده الجد بيقوم جايب صوره مرسومه وبيسال كنيتشي انه ازاي عملها على الورق، فساعتها بيقوم كنيتشي وبيوريه ازاي عملها، وبيعرف ان الفيسكاونت مهووس بالفن زي كنيتشي. وبتكون كمان برمولا وافقت انها تمسك حسابات الارض بتاعتهم، وبتقول انها مبسوطه لكن عليها لوحدها الموضوع هيكون صعب. لكن رغم كده بيكون قلقان لان الرئيس سوغالوم ممكن يتهور هو كمان، وبيساله كنيتشي لو ما يقدرش يستخدم سلطته ويطرده فبيعترف ليه الفيسكاونت، وبيقولوا للاسف ما يقدرش وانهم ما عندهمش حتى فرقه فرسان بسبب الفلوس. بس بتقوم كنان من وسط الكآبه دي وتقول عندنا كنيتشي وانه هيساعدهم. بيخلص اليوم وبيرجعوا لبيتهم وطبعا معاهم كتاب التعويذ زي ما قال كنان. بنشوف القصر الملك الاميره رايحه لمكان وبتقول للخادمه واللي اسمها مايلين انها رايحه تشوف امها، وبتحكي الملكه لبنتها عن خطه بناء القناه وان المملكه بتاعت الفيسكاونت خلصت في ميعادها، وانه اللي كان بيبلغهم انهم مش هيخلصوا هو سونبرغيا ده اسمه رخم زيه، وكانت رسالته علشان يمسك هو الاراضي بنفسه. وده اللي قرأته الاميره. بس الشيء اللي غير كل ده في خطته انه ساحر بيتحكم بالحديد هو اللي خلص البناء وقصدهم على كنيتشي. وبتفهم ان الملكه كانت عايزه تشوف كنيتشي علشان حاجه معينه واللي بتقوله الاميره وهي قوه الفارس المقدس. بنشوف كنيتشي وعيلته هم قاعدين بيحللوا قدرات انيموني، وبتقول ميلينا ان اكيد هي ورثتها من امها، وبيسالها كنيتشي لو ان امها سابت لها حاجه، بس من الواضح ان هي ما سابتش حاجه غير اسمها. فبيحلل كنيتشي وبيقول ان اللي ربتها اكيد خدتها من واحده متوفيه في الشارع، فبيقترح كنيتشي عليها انهم يبحثوا عن قريبتها ولكن هي بترفض. بنشوف تاني يوم كنيتشي وانيموني سجلوا كتاب السحر، وبتاخد انيموني تقرا فيه، وبيتكلم كنيتشي العجوز وبيقول لها سمعت عن ساحره عندها الموهبه اتوفت في الشارع قبل 10 سنين. بتفهم الساحره الموضوع وانه على ولادة انيموني، فبتقول له ان هي ما تعرفش القصه، بس بتقول ان كان في ساحره عندها نفس الشعر واسمها سيلفر ارميريا واختفت من 10 سنين. ومش كده وبس ان ارمينيا كانت هي صاحبه الكتاب الاصلي اللي في ايد انيموني، وده عرفته الساحره لما جت تسجل الكتاب. بنشوف كنيتشي وانيموني وميالي بيروحوا لمكان فاضي، وعلى طول بتبدا انيموني استخدام الكتاب وبيبان انها نجحت بس ما استحملتش، والدرع بيختفي على طول وبيروح لها كنيتشي علشان ما يجيلهاش احباط، لكن هي بتضايق لان عندها شعور غريب وبطنها بتوجعها. بيتوتر كنيتشي جدا وعارف انه بيعمل كده، بس بتيجي مالي تطمنه وبتقول له ريحتها
حياتها اتغيرت وبقت زي الامراء مش الطفله. ووقتها بتكون برمولا وصلت للبيت وبيكونوا دخلوا علشان يساندوا انوموني، واللي بتخرج بسرعه وبقت احسن بسبب المسكنات. بيخلص اليوم الموتر وبعدها بكذا يوم بنشوف ان في شخص جاي مخصوص لكنيتشي، وبيكون ده ماله بنفسه. وبيبداوا على طول يتناقشوا في اللي حصل، وان مطعم كورالا نجح بشكل ملحوظ، وبيكون جاي علشان يتناقش معاه بخصوص انهم يتخلصوا من سوغالوم. بس بالنسبه لكنيتشي عايز يكلمه في حاجه، وهو انه بيطلب ايد برمولا. طبعا ما بيرفضوش، وبسبب المناسبه السعيده دي بيعملوا حفل شواء بالليل. ووقتها بنشوف ان برمولا وماله بيخططوا يعملوا فرع خاص لشركتهم في ستارتينيا، وان كل تخطيطهم ازاي يسيطروا على البلد دي اقتصاديا. بيكون كنيتشي رفض ان انومني تيجي معاهم، وبيقول لها تروح تلعب مع ماري افضل، بس هي معترضه وهما بيتخانقوا. بيقاطعهم مالينا اللي بتقول ان في حد جاي، وبيكون اللي وصل هو نورزبول وجاي ياخد خطيبته، ولكن هو بيكتشف انها خلاص اتجوزت. بس بيطمن لما بيعرف انها اتجوزت كنيتشي، وبكده كسبوا تعزيزات بسببه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف سوغالوم بيعرف حوار شركه ماله انها خلاص اتاسست، والخبر ده بيكون رسم من نقابه التاجر. وبيتضايق جدا وبتشوف كنيتشي وكلهم معاه علشان يستعدوا، وبتكون كنان متحمسه وعايزه تبني طريق للبيت، ومش قلقانه لانها سايبه الماليه على شركه ماله. بسبب كنيتشي ماله بالموضه وكنان في العربيه، وبيروح بنفسه لعند شركه سوغالوم، وبيجي المحل تبعهم وبيقولوا انه عايز يبيع حاجه صغيره يا دوبك. وبيكون طلع العنكبوت اللي قتلوه في الكهف بيدمر المحل، والمكان بيبقى زحمه، وبيقولوا انه بيعمل مشكله. بيطلع سوغالوم ومساعدين اللي قابلوه في مكان البناء، وبيقول له كنيتشي انه هيرد عليه كل اللي عمله لمراته. فبيأمر سوغالوم انهم يسكتوه باي شكل وما يخافوش منه. بس طبعا كنيتشي محضر نفسه هو وفريقه، طبعا بما ان فريق سوغالوم في عرق الوحوش فبيستغل ان الوشق معاه. وفعلا كل عرق الوحوش بينبهروا من اللي شايفينه قدامهم، وبيستغل انهم بيقدسوه، وبيقول لهم لو فكرتوا تحاربوا الوشق شوفوا هيحصل لكم ايه. وساعتها بينسحب عرق الوحوش من المكان وعددهم قل وبقى معقول، وبيدخل لساحه الشركه. لكن بنشوف ان مع سوغالوم نائب من عرق الوحوش، وبين انه صياد قوي، وبيطلب منه يخلص عليهم. لما بيشوف فين الذئب ده بيتجاهله كله وبيركز عليه، وبيستنتج كنيتشي انه لما اتصاب الوشق هو كان السبب، وبيهاجم الذئب بقوه. بس بيجي نورزبول يوقفه بسيفه، وبيحاول الذئاب يهاجموه، بس ماله ومالينيا بيقدروا يسيبوهم بقوه. ساعتها كنيتشي بيتجنن وبيصطاد الحفار بيهاجم بيه، وبيهرب سوغالوم من المكان. بس بيجي وراه كنيتشي بالحفار وبيدمر متجره، وبيقرر كنيتشي انه يدمره فعلا، وبيستدعي الحفار الاكبر وما بيرحمش. وقبل ما يكمل تدمير بيوقفوا ماله وبيقول له الحوار خلص ويقدروا يستخدموا المكان علشان يكون مقر شركه ماله. خلاص يا عم اعتقنا. بيجي الفيسكاونت وبيلاحظ كنيتشي ان عنده شجاعه دلوقتي، وبيتكلم الفيسكاونت وبيقول انه لو مش دلوقتي فمش هيعمل ضرر، خصوصا انه حاول يقتله، لكن لو اتاخر هتبقى المشكله كبيره جدا. بيمشي فعلا، لكن قبل ما يمشي بيكلم ماله بيقول له انت حصلت على شريك كويس، بس فكر ولو لحظه ايه السبب اللي خلاني اخطف بنتك. وهو بيتكلم بيشوف في رساله من الملك عاجله، ومطلوب ان كنيتشي يروح للعاصمه حالا ودلوقتي. وبيضحك سوغالوم بصوت عالي من اللي حصل. بيفكر كنيتشي في اللي قاله عن برمولا، وبيحلل الموقف، وانه سمع ان نبيل معين هو اللي دفع فلوس، وانه كان عايزها، وان كل ده بسبب ان كنيتشي هو اللي ساعد شركه ماله، فهو المسؤول عن اللي حصل، وده بيضايقه جدا. بيجي الليل وبيقعد كنيتشي مع ماله وبرمولا، وبيقول لهم انه هيوقف البيع لفتره علشان المشاكل، واوضحها الاستدعاء اللي حصل. فبتتكلم برمولا وتقول له طالما في مكسب كبير فاكيد في مخاطره، وده علشان تلحق الوضع، وانها مستعده تضحي وتخاطر علشان تنجح، وده القرار اللي اخدته علشان ترافق كنيتشي. بنشوف تاني يوم ماري وابوها بيروحوا مع نورزبول عشان يرجعوا لارضهم، وبتودع انومني ماري، وانهم متاكدين انهم هيتقابلوا تاني. وبكده مش فاضل غير كنيتشي وعيلته اللي هيروحوا للقصر الملكي علشان الاستدعاء الامبراطوري. بس قبلها بيناقش الفيسكاونت وبيقول له لو هربت هيحصل ايه، وبيرد عليه انه كده بيعصي امر ملكي، وانه هيكون الفيسكاونت معاه في الجريمه وساعده. وبينطلق بالعربيه للمملكه. بيوصلوا لجوه العاصمه وبيلاحظوا ان في وحوش بتشتغل واسمها الغلم، وبتقول مليانه الانومي المفروض انك تقدري تعملي زي كده، وبتكون متحمسه تجرب بس ما بتقدرش، وده لان الوحوش لازم ليها اجراءات تشغيل ملائمه. وبيلاحظ كنيتشي ان العاصمه معقده وتخطيطها سري، فعلشان كده ملهاش خريطه. بيوصلوا لعند سور القصر وبيقدموا الرساله، واستنوا حوالي ساعه، وبتكون اللي جات لهم بنفسها هي الاميره. ولما بتوصل بيحترموها، وبيقدم نفسه كنيتشي، وبيستغرب واحد من الحاشيه بتوعها انهم وصلوا بسرعه كبيره. فبيقول كنيتشي ان ده بسبب وحشه السحري. بيطلع لها كنيتشي وبتركب الاميره وبتنبهر من اللي حصل. بيرجعوا لعند القصر تاني، والكل كان خايف مش علشانها، علشان رؤوسهم اللي هتطير. وهي بتكلم كنيتشي بتكون انومني متضايقه، وبتلاحظها ليليس وبتروح لها وبترجع
وبترجع تاني لكنيتشي وبتقول له انت عجبتني، خد مكافأة واللي انت هتقول عليه هتاخده. فبيطلب مساحة صغيرة في الحديقة علشان يعيشوا فيها، وبيعرفها ان معاه 2 من عرق الوحوش اللي جنب الوشق وان دي مكافأة. فلما بيخلص بتضحك ليليس من اغرب مكافأة في حياتها وبتمشي، لكن وهي بتمشي بتقول غالبا هتقعد شهور على ما تشوفه. بيروحوا المكان مع الاميرة وبيستدعي البيت واللي بتنبهر من شكله وبتدخل فيه وكأنه ليها، وبتقرر وقتها انها تقعد معاهم. بتعترض الحاشية بتقول انها فاهمة ان طلبها غريب لكن هي كده. فبيلاحظ كنيتشي رغم انانيتها الا انها ناضجة. بيطلع باقي الاغراض وتبقى له مكان للحمام، فبيطلع الحفار علشان يبدأ شغله. وبتدخل على طول إليزابيث وبتقول اخيرا هو ده اللي بيتكلم عنه الناس. ولما بيخلص بيشيل الاميرة وبيخرج، بس في واحد بيزعق وبيهاجمه بالسيف لانه لمسها، لكن بيطلع كنيتشي دراع وبيلحق نفسه وبيطلع قوس علشان يضربه. بنشوف كده انومني بتتضايق وبتفعل قوتها، لكن بتيجي واحدة تفعل سحر البروتكيشن اللي حاولت تستخدمه انومني وبتوقف القتال على طول ليليس. وبتروح لانومني وبتنبهر من قوتها وده لانها صغيرة. بيهدأ الوضع وبيجي الوقت علشان يحضروا الاكل وبيحاول يطردها كنيتشي بهدوء، بس بتحط مناخيرها حرفيا وبتبقى معاهم وبيحضر الاكل وهي موجودة، وكل الخدم بيشموه وبينبهروا. بيعجبها الاكل جدا لدرجة انها بتطلب كمية كبيرة عشان تاكله. بتشتري المعالق والاطباق وبتاخد 10 من كل واحد منهم، وبيكون كنيتشي ادالها توابل علشان يفحصها الطاهي ويخرج المكونات. وبتتكلم ليليس وبتقول اكيد معاك منتجات محظورة ممكن اخدها منك، لكن بيقول لها كنيتشي ان ده سر المهنة. وقتها بتدخل انومني ما بينهم لانها بتغير تفصلهم. وبتعرف ليليس الحقيقة ان انومني بنته بس مش بشكل بيولوجي. بيخلص الحوار وطبعا بما انها ضيفة لازم تجرب الحمام الدافي بتاع كنيتشي. وبيخلص كل ده وبيكون سابها تنام مع برمولا وانومني والباقي نام بره. بيكون لاحظ كنيتشي ان اليوم كان سريع عكس العادي وبيكون متأكد ان ده بيتكرر اكيد. وقبل ما يناموا بتلاحظ الوشق وميالي وميلينا وبيكونوا لاحظوا حاجة خلتهم يقوموا، لكن هي ايه احنا ما بنعرفش. بتصحى الملكة وبتخرج تشوف ايه الاوضاع، فبتلاقي كنيتشي وبنته. وبيقول كنيتشي ان الايام الجايه قضوها حسب مزاج الاميره وانهم نفذوا طلباتها كلها، ومنها قتلوا كل الفيران في القصر، ومره تانية عملوا مزاد على الوحوش وانه لو حبوا يهربوا من القلعه هيعملوها ازاي. وفي يوم بنشوف الملكه وهي بتدعي كنيتشي عشان ياكل معاهم في القصر، وبيعجبهم الاكل فعلا. فبتقول الاميره لو كان عنده اكل ما يعرفش الطباخ بتاعهم يقلده، يطلع له بيهم ويطلع لهم الحلويات. فبيطلع لها الحلويات بتاكلها الاميره وبتنبهر، والطباخ سمباك كمان بينبهر. سمباك ولا سباك انا اسف يا صديقي. بتشوف ان الاميره بتخلص وجباتها وبتروح على طول لعند كنيتشي ووراها اكل الخدم، وبتكون الملكه واقفه بتشوفها ومبسوطه. وبنروح لعند كنيتشي وبتكون ليس بتطلب منه حلويات تاني لان الملكه حبتها، وبيطلع لها فعلا فبتفرح، لكن بتقول له ان الملكه صعب حد يرضيها وان لو اتضايقت هيكون ايه الحوار شبه الكابوس. فبيفهم كنيتشي دماغ الملكه من كلام ليليس، وبتقول له انه لازم يستعد علشان هيشوفها قريب. وبيجي الليل وبيحس عرق الوحوش بحاجه تانيه، وبيقولوا لكنيتشي وبنشوف الخدم بيتكلموا سوا بيقولوا انه ظهر من تاني. فبتقول لهم ليليس ان اللي فاكرين ان في حاجه بتسكن القلعه وان هي بتفسر ان دي اشباح، وبيكون ده سبب خوفهم عليها الشديد رغم ان ليليس مش خايفه. وبتقول مش عايزين كده، فبتطلب من كنيتشي يطرد الاشباح دي، وده اللي بيصدمه. وما بيعترضش كنيتشي من الحوار، بس بيقول لها ان مالي ومالينا هم اللي يقدروا يحسوا بالاشباح وعايز موافقتها عشان يدخلوا القصر. ما بتفكرش ليليس مرتين وبتوافق على طول. بيكون محتار ازاي يطرد الاشباح دي، لكن بيلاقي حاجه في المتجر ميه مقدسه بتتباع، وبيشتري الادوات المناسبه وبيكون جاهز. وبيتمشوا في القصر فبيوصلوا لعند عمود معين، وهو ده اللي بيعتقد انه عنده الاشباح. فبيبدا كنيتشي يقول تعويذه نص كم بالميه، وبيرمي الميه اللي اشتراها وبيختفي الشعور من عليهم. طبعا لما بتنبهر ليليس بتشده من ايده وبتاخده لعند المكان التاني وهو مسكن الخدم، وبينشر فيها الريحه اللي عملها وبتعجب الكل. واخر مكان بيكون هو اوضه الملكه، واللي بيكون كنيتشي متوتر من وجوده، بس بتطمنه ليليس وده لان الملكه مش بتنام كويس بسبب الكوابيس. وبيلاحظ ان فيل عينه مش بتخرج من على المزهريه حتى لما رشها، وبيستنتج السبب ده. فبيطلب منها ان الملكه ترميها او تحطها في مكان معين، وبيخلص شغلهم. وبيكون كنيتشي طلب ان مكافئتهم تكون انهم يقروا الكتب السحريه براحتهم، وده بيبهر انوموني. بيقرا كنيتشي عن طريقه صنع الغليم، وبيخرج كنيتشي وانوموني كل الكتب المهمه، وبما انهم محتاجينها ومش عارفين يطلعوها فهينسخوها. وبيطلع جهاز نسخ ولابتوب ومولد كهربائي، وبيقدر يعمل كده.
وبيخلص وبيخرجوا بطول خادمه مستنياهم علشان تراجع وراهم وبتتاكد انهم ما خدوش حاجه. وبيعدي الوقت، اخيرا بيجي الوقت اللي كنيتشي هيشوف فيه الملك وبيكون رايح مع عيلته. بيدخلوا اخيرا للحظه المنتصره وبيكون كنيتشي بيكلم نفسه انه هدفه كان المتعه، بس دلوقتي كلهم بيقابلوا الملك وبيجي هو بيخليه يخاف من المكان وبيقول انه جه الوقت علشان يبقى في شغف في حياته. كل الناس بتشوف كنيتشي وبيكون النبلاء متجمعين وبيتريقوا عليه لان شكله مش ساحر نهائي، وكمان نقدهم على مالي ومالينا وسؤالهم ازاي دخلوا القاعه وازاي ده لانهم اقل منهم في نظرهم. بيوصلوا كلهم لقدام الملك والملكه والاميره، ولما بتفتح الملكه عينيها قلب كنيتشي بيدق وبينحني احتراما ليهم وبيقول انه في المكان ده عشان ينفذ الامر مش اكتر. وبيقول واحد من الخدم الكبار انه موجود علشان بس هيدخل معركه قدام الملك. بيتصدم كنيتشي وكمان الاميره بتستغرب من اللي حصل وبتكلم امها لكن ما بتردش. بيكمل الخادم وبيقول ان اللي هيواجهه واحده متالقه في المملكه واسمها هو ميليسيا نوستوريوم، وبتكون ساحره والكل مبهور من وجودها. وبيتكلم كنيتشي مع نفسه وبيقول انه فهم سبب جمعه لكل النبلاء وانه موجود علشان يسليهم مش اكتر. بتضحك ميليسيا قدامه وبتقول انها سمعت عن ساحر عظيم هيواجهها جه من الحدود وده اللي خلاها تشارك علشان عندها فضول مش اكتر، بس خاب ظنها لان اللي قدامها واحد كبير في السن وبتقول عليه اهبل لانه دخل عيلته في الحوار وانه لازم يرجع الغابه تاني. ما بتكترش ميليسيا الكلام، بتبدا تستدعي وحش بيكون ده تنين كبير بس ما بيخافش كنيتشي وبيطلع الحفار بتاعه. ولما بتشوفوا ميليسيا بتتصدم وواضح ان هيحصل قتال قوي جدا. التنين بيضرب بالنار لكن بيقدر كنيتشي يبعد عنها، وبسبب انه هرب الكل بيتريق وبيقول عليه ساحر من الدرجه الثانيه، بس بيخرج من حاله التفكير دي لما بتنادي عليه مالينا وبتقول له انهم هيتصرفوا وفعلا بتهاجموا ميلينا والوشق معاهم سوا بتناغم وبيندفع كنيتشي يهاجم التنين، بس التنين بيفلت من الضربه. بيحاول يضربه تاني لكن ما بينفعش. بيبعد التنين وبتدخل انوني وبتقول السحر الانفجار وبيكون قوي جدا، بس ده تنين ما بيتاثرش بالصواريخ. بيهاجم التنين بديله بيعرف يسيبه وبيحضر كره النار، وقبل ما يتصابوا بيه بتقدر انيموني تفعل درع الحمايه العالي اخيرا. بتغير مسار الضربه وده بيبهر الكل لانها صغيره. طبعا كل ده بيحصل والملكه واقفه صامته بتراقب الاحداث. الوضع بينط بيشتت التنين، بيقدر مليان انها تصيب التنين. بيتجنن التنين لما تصفي عينيه وبيرمي نار في كل مكان لدرجه ان في كوره اصابت فوق الملك، لكن الملكه لسه مكمله وما اتحركتش. بيكمل التنين قوته الجسديه وبيكون باين انه اقوى من الحفار، لكن ما بتسكتش انيموني. بتبدا تستخدم سحرها تاني، بتكون المره دي بتستدعي غولم بس بسبب انها صغيره بتعمل دراع مش اكتر، لكن دراع كبير تقدر تصيبه بيه بكل قوه. وبيتصاب فعلا التنين بعد ما بترميه. بيستغل كنيتشي الوضع وبيجري عليه وبيضربه بالحفار بشكل مثالي وايضا بشكل متتالي، وفعلا بيكسب كنيتشي وعيلته وسو وبيقدر انه يشيل التنين في مخزونه وكل الفضل يرجع لانوموني، بس بتكون تعبانه بشده ومناخيرها بتنزف. بيشوف كنيتشي ده بيتضايق وبيكلم الملك بالميكروفون وبيقول له انه متضايق من اللي حصل لانه خلى عيلته في خطر وانه هيهدم الحجره كلها ويهرب. بعد ما بيفوق من لحظه الغضب بياخد باله كنيتشي من اللي قاله، بيكون وقع في مصيبه وبتناديله بالموله فبيعتذر لها عن اللي حصل، بس بتقول بالموره ان هي وعدته هتكون معاه في كل الاحوال وباقي العيله هيكونوا معاه. فبيقول لهم كنيتشي لو ما هربوش دلوقتي مش هيعرفوا يعيشوا بخير، ده غير المشاكل اللي هتحصل لماله واللي حواليهم. بعد كده بتفتح البوابه وبتشوف الحراس داخلين عليهم بالاسلحه، لكن بتوقفهم الاميره ليليس وبتقول لهم وان اللي قاله ده عجبه، انه حتى لو هو مين ما لهمش حق في اي حاجه تخلي شخص يعمل عرض غصب عنه، وانها فاهمه ان عيلته اتعرضت لخطر بس حوار الهرب ده هيخليه ينسى فكرته عن انه يكون بيعيش بهدوء اللي كان نفسه فيها، والنبلاء هيكرهوه كده. بتعرض ليليس عرض علشان ما يخليش كنيتشي قدام مشاكل حقيقيه وهي انه يكون بتاعها، وكانت متوقعه انه يوافق بس بيرفض من غير ما يفكر. فبتقول له خلاص لو كده ابقى نفذ طلب صغير وسهل. فبتقول له ان عيد ميلادها قرب وهي عايزه منه هديه، وبسبب الهديه دي يا كنيتشي ممكن اخلي ابويا يسامحك على اللي قلته من تعدي. ومش كده وبس، ده اخدت وثيقه ان كل اللي بيعمله يبقى شرعي وبكده مش هيكون في ضغينه عليهم. وبتقول الاميره ما يحاولش يقدم مجوهرات لانها مش هتنبهر منها، وبيقول كنيتشي في نفسه انه هياخدها بالشكل ده. تحدي في النقطه دي بس برموله بتقول له ان كل منتجاتهم مصنوعه بشكل احترافي ومنتجاتها التانيه ايه اللي مفيش زيها. بيطلع عليها عقد من اللؤلؤ وبتنبهر بيه، وبتقول له ان القلاده دي مفيش زيها في العالم وانها منبهره بيها، وبتروح بسرعه كبيره لحضن الملك ابوها تكلمه له، ولكن بتكون الملكه مولعه نار وبين انها هتعمل حاجه بس ما بيحصلش حاجه.
بتيجي الأميرة ليليس تقدم لكنيتشي عقوبته الأولى، بيكون رافض لكنه في النهاية بيستسلم. بيشوف إن العقوبة هي أول وثيقة بالنسبة لهم. هو بيشوفها بنلاقي الملكة مرة واحدة بقت ورا كنيتشي، بيقول إنها مخيفة أكتر من التنين اللي واجهه، وباين عليها الغضب، وبيكون نسي إنها بتحب تاخد الحاجة قبل بنتها، وبتقول بما إنك اديتها خلادة مفيش حاجة مخصصة علشاني. فبيقول لها كنيتشي إن دي هدية عيد ميلاد الأميرة ليليس فعلشان كده طلعتها. ما بفكرش الملكة مرتين وبتقول له أنا كمان عيد ميلادي قرب ولازم تجيب لي هدية. فبيفتكر كلام ليليس وبيكون طلع ليها نفس القلادة بس اكبر. بنشوف الملكه وباين ان الغضب اختفى، وحتى رد فعلها بيكون هادي وباين انها مبسوطه جدا، بس بتقول له انها ما تقدرش تاخد حاجه كده ببلاش، وبتعوضه وبتديله مفتاح لاوضه نومها. وبيستغرب كريتش ان كل النبلاء فاهمين ان الحوار عادي. بتدخل الاميره وبتقول ان هي بتبالغ، بس لما يجي يتكلم كنيتشي بتسكته الملكه وبتقول له فهمت بقى ايه اللي ناقص. وبتكون دماغها بعيده، وده لانها بتقول ان كنيتشي بينادي ليليس باسمها انما هي لا، وبتقول له ناديني باماره. بيستغل كنيتشي الوقت ده وبيقول لها لو في اي اساس قديم اتيه وانا هغيرهولك، وده يكون مكافأة بدل المفتاح. وفعلا بتوديه المخزن في الاساس كله، وبيكون سعره عالي جدا، ومن ضمنهم المكتب اللي كانت بتذاكر عليه لانها مش حابه تفتكر الايام القديمه اللي كانت فيها. وبعد ما بياخده بتطلب منه ياخدها في جوله بره القصر، وهم بيلفوا بيلاحظ المزهريه، وبتكون الملكه قالت له انهم حطوها هنا لما قال كده للامير، وبسببه عرفت تنام اخيرا. وانها سالت النبيل اللي اشترت منه وكان عارف انها ملعونه، وبيستغرب كنيتشي عن السبب. فبتقول الملكه علشان يموتها اكيد، وبتقول ان اللي خدته منهم هم الناس اللي ماتوا بسبب نفس التنين الادنى. وبيفتكر كريتشي ان ده كان مقصود، وبتقول ان في ناس كتير بتكرهها وعايزاها تموت ومنهم سونبريغا، وان افعاله بقت مقرفه. فبيفتكر كريتشي لما شافوا يوم الاحتفال بانتهاء البناء، وبتكمل كلامها الملكه وبتقول ان في اقل مكانه بينهم، وانه بيحضر لكريتشي كل الفخاخ الممكنه، وده علشان ياخد استرتينيا بما فيهم التاجر اللي هزموا كريتشي، وانهم حاولوا ياخدوا داليا وده اللي خلاهم يمسكوا برمولا. وبتقول له كمان الملكه انها عارفه بحوار شاغه، وبما انها بتحكم الدوله لازم تبقى عارفه كل حاجه، وان بسبب اللي حصل الفصيل المناهض للمملكه وقفت نفوذه بشكل مؤقت. فبتقول لكنيتشي انها ممتنه للي حصل، وبدل ما يفرح بيترعب اكتر. بيتغير المشهد وبتشوف انومني قاعده هاديه، وبتيجي ميليسيا لعندها تكلمها وتسالها ازاي اتعلمت تعويذه الحمايه. فبتقول لها انومني وتوريها الكتب وانه يرجع لاميريا، وبتعرفها ميليسيا وده لانها مشهوره. وبتقلب ميليسيا في الكتاب وبيكون فيها جمل مكتوب ان الكتاب ده لانوني، وده يثبت انها امها فعلا. بعد الحادثه بكام يوم بنعرف ان كنيتشي اخذ اراضي ستيلي اللي بتكون محطوطه على بحيره كمكافاه، وده المكان اللي هو هيعيش فيه اصلا. وبالشكل ده ما بقاش خلاص عمي، وبقى عنده لقب بارون لحد اخر يوم في حياته، وارتقى في المنصب وبقى نبيل. وبنشوف بعدها وهم راجعين بس بعربيه مختلفه، وده لان ليلي سوماليم معاهم، وقبلها حاولت مع ابوها كتير جدا لكنه كان رافض، ولكنه في النهايه عرفت تقنعه وراحت مع البارون كنيتشي، وكان شرطه انه يراقبها وهم في الطريق. وفي الطريق بقى بيقابلوا كل من فيو وكنيتشي اللي ما شافوش بعض من بدري. القصة بتخلص عند النقطة دي، بس لسه مفاجآت كتير، فلو عايز تعرفها يا صديقي فحط لايك واشترك في القناة وشجعنا بأي تعليق يا صاحبي، وشوف الفيديو ده لأن طالما وصلت معايا لدي يبقى الأنمي التاني ده أكيد هيعجبك. سلام.